في صباح مشرق حيث الشمس كانت تملأ المكان، كان هناك عائلة سعيدة للغاية، متوقعين لأصغر أبنائهم مستقبل جبار، متوقعين أنه سوف يكون أقوى شخص في العالم. بس المفاجأة بقى أن قسيس القرية قال لهم أنه بلا فايدة وما عندوش أي مهارة، فيا ترى هيتقبلوا الصدمة دي إزاي؟ ولا هيعملوا إيه مع ابنهم الفترة اللي جاية؟ وعلشان نعرف كل حاجة تعالى معايا نتعرف على عيلة أريل المكونة من أب وأم وولد وبنت. الأب اسمه ليون، طبعا غني عن التعريف، مشهور في القرية بقوته الجبارة في السحر. أما الأم دي بقى تبقى أميرة السيف، وشهرتها معدية الأب بكتير، لأنها مش بس مسمعة في القرية بتاعتهم، لا ده صوتها واصل المدينة. بالنسبة بقى للأخت فدي كلامها كتير ومزهقة دايما بحبها الشديد له. وفي يوم مشرق وجميل كده والشمس طالعة، ليون كان متحمس جدا علشان ابنه خلاص بقى 10 سنين وهيروحوا للقسيس علشان يديله مهارة مميزة ويطورها. بيروحوا هناك والقسيس بيبدأ يدي الأطفال المهارات بتاعتهم لغاية ما بيجي الدور على أريل. أريل بيتقدم والقسيس بيحط إيده على دماغه، بيحصل الغير متوقع، القسيس ما بيلاقيش ولا مهارة مميزة. كل الموجودين بيتصدموا من الجملة، ازاي يعني يبقى من عيلة معروفة بمهارتها وقوتها ويطلع بلا فايدة كده؟ بيرجعوا كلهم البيت وقالر ما بيرحمش نفسه تدريبات في الجنينة، ازاي يعني يطلع ما عندوش مهارات؟ بس بحكم الترابط الأسري اللي في العيلة بيبقى كل فرد فيها عايز يهون على أريل صدمته. أمه وأبوه بيقولوا له إن هم هيفضلوا يشتغلوا طول حياتهم علشان يوفروا له أي حاجة يحتاجها في أي وقت. ده حتى كمان أخته بتقول له إنها هتفضل في ظهره طول عمرها. أريل أصلا ما كانش بيفكر في الموضوع بالشكل ده، بيقول لهم يا جماعة انتوا فاهمين غلط، أنا بتدرب علشان أنا بحب التدريب ومتعود عليه من أيام ما كنت بتدرب مع أمي، فحتى لو كنت بلا فايدة أو مهارة زي ما هم بيقولوا فأنا هعرف إزاي أستخدم السيف، وده في حد ذاته شطارة. العيلة كلها بتفرح بعقلية ابنهم وبيبقوا مبسوطين بيه. الواد بياخد بعضه وبيروح لساحة التدريب، هناك بيلاقي 2 أطفال عمالين يتدربوا، بس هم بقى القسيس ادالهم مهارة المبارزة. أول ما بيشوفوا أريل بيقعدوا يتنمروا عليه وإنه ما عندوش مهارة زيهم، وكمان بيقولوا له اتفرج على عمامك وهم بيتدربوا. بس وهم بيبارزوا بعض أريل بيقعد يعدل على حركاتهم، واحد منهم بيتضايق وبيقول له ما عادش غيرك انت يالا اللي ما عندكش مهارة تتريق علينا. بيهجم عليه فأريل بحكم ان امه أميرة السيف كان دايما بيتدرب معاها بيقدر ان هو يصد الضربات بتاعة الواد. ساعتها الواد ما بيبقاش قادر عليه لغاية ما بيتدخل صاحبه وبيساعده. أريل كان اسرع منه وقدر يتفادى الهجوم. بيقول لهم انتوا بتتكتروا عليا، طب انا ما عنديش مشكلة اننا نتواجه، يلا انتوا 2 وانا 1 لوحدي، مع ان دي مش مرجلة بس انا هقبل بيها. بتبدأ المبارزة وبيمسكهم أريل يكسرهم، بيقع على الارض ولسه هيعيطوا بيدخل عليهم طفل اشقر كده وزي ما يكون كده اعلى منهم في رتبة المبارزة. بيقول لهم بقى مش قادرين عليه، اقفوا اتفرجوا بقى وتعلموا. الاشقر ده صاحبي بقى يبقى ابن ايفانز، الراجل ده هو قائد الحرس. أريل بيقول له ايفانز انا سمعت الاسم ده قبل كده، معقول ده الراجل اللي كان بيطلب المساعدة من امي زمان في قتل الوحوش؟ ما علينا يعني، يلا بينا بقى نبدأ المبارزة. الطفل بيقول له لو انت كنت ورثت شوية مهارات من امك فجالك اللي هيعلمك الادب، طبعا هنشوف مين اللي هيعلم التاني الادب. أريل بيقول له ماله يا عم، انا عايز اتعلم منك شوية مهارات زيادة. الطفل بيتضايق اكتر وبيبدأ الهجوم، بيضرب صاحبنا ضربات سريعة وكل اللي صاحبنا كان بيعمله ان هو بيصدها وبس، لغاية ما الواد بيتضايق اكتر وبيضربه الضربة المزدوجة. أريل بيقع على الارض من قوتها. الواد بيقول له بالظبط كده، كل واحد يعرف مقامه كويس، بس ده ما يمنعش ان انت جريء وده هيخليك تتحسن بسرعة. بيروح أريل وعقله مشغول باللي حصل، حتى اخته بتصحيه من النوم ما بيبقاش طايقها. بيقعد يفطر مع عيلته وعقله مشغول بالضربة المزدوجة اللي اثرت عليه امبارح. اخته الزنانة بتبقى عمالة تكلمه وهو ولا هنا، امها بتقول لها ما تشغلش بالها بيه، هو قادر كفايه ان هو يعتمد على نفسه. بتاخدها توريها كميه السيوف اللي أريل كسرها وهي بتدربه زمان. اما صاحبنا بقى بيطلع في الغابه، بيفضل يعصر في دماغه، بيمسك الشجر وبيجرب عليه الحركه اللي اتعملت فيه امبارح، لغايه ما فجاه كده بيظهر له جوبلين. أريل بيقول له انت جيت في وقتك يا غالي، بيستجمع قوته وبيضربه الضربه المزدوجه، وفعلا بينجح اخيرا ان هو يعملها. لسه هيستريح وياخد نفسه وبيسمع صوت استغاثه، بيطلع جري ورا الصوت، بيلاقي الواد اللي ضربه امبارح عمال ينزف وفي جوبلين عملاق واقف قدامه، وخلاص الجوبلين هينهي حياته. الواد خلاص ما عادش قدامه فرصه ان هو يعيش، لسه هيستسلم بيلاقي الجوبلين العملاق مات. أريل بيقول له بالظبط كده، زي ما توقعت التوقيت والتوازن كان عليهم عامل كبير ان انا اتعلم بسرعه. بس قبل ما الواد ينطق باي حاجه بيقع في حضن أريل. أريل بيديله مشروب الشفاء اللي معاه علشان يعالج نفسه بسرعه. الواد اول ما بيشم نفسه كده بيهجم على أريل، بيقول له قول لي بقى انت اتعلمت كده ازاي؟ انت امبارح ما كنتش عارف تعمل حاجه خالص، والنهارده عملت الحركه اللي انا عملتها فيك امبارح، دي حركه صعبه جدا
ومعقده. اريل بيقول له اهدى بس كده علشان صحتك، ده انا بسببك ما نمتش طول الليل، عمال افكر ازاي اعمل الضربه المزدوجه، وجيت للغابه ومن الصبح بتدرب لغايه ما نجحت في الاخر ان انا اعملها، علشان كده لما سمعتك بتستغيث جيت لك على طول، ونفسي نتبارز بقى تاني علشان ارد شرفي. الواد بيقول له ما دام عملت لي جميل وانقذت حياتي انا كمان هرد لك الجميل ده وهبارزك. اريل بيقول له يبقى يلا بينا. بيستعدوا هما الاثنين للمبارزه. بتبدا الانطلاقه والواد لسه بيضرب الضربه المزدوجه، صاحبنا بيضربه الضربه الثلاثيه وبيأثر عليه. الواد بيبقى مستغرب ازاي عمل كده. اريل بيقول له شفت بقى انا بتعلم بسرعه، ان كانت ضربتك بتطلع بسبب مهاراتك فانا ضربتي بتطلع بسبب قوتي واستخدامي للسيف من صغري، والفضل في كل ده يعود لامي وتدريبها ليا على طول الفتره اللي فاتت. الواد بيقول له كل اللي بتقوله ده في الفاضي، ما دام ما معكش رتبه زيي يبقى مالكش لازمه. اريل بيقول له تحب نتواجه مواجهه اقوى ونشوف مين فينا المبارز بجد. الواد بيقول له يلا. هو لسه هيضرب صاحبنا اريل بيضربه ضربه ترميه على الارض، بيحط السيف على دماغه وبيقول له شفت بقى مين الاقوى. ومن بعد المواجهه دي والواد بيسيب القريه كلها، بيروح لمدينه اسمها بريسيغيا، ودي بقى معروفه باسم مدينه السيوف. ام اريل بتقول له بريسيغيا يا فكرتني بالذي مضى، قبل ما اتجوز ابوك كنت هناك وكانت الدنيا جميله وكنا بنساعد بعض نتطور اسرع. اريل عينه بتلمع كده وبيقرر انه يروح بريسيغيا. الليل بيعدي ومع اول النهار بياخد اول عربيه رايحه لهناك، بيبقى معاه في العربيه دي السواق وسياف شكله كده قوي جدا، وكمان معاهم سيافه وطفل وامه. السياف والسيافه عمالين يتخانقوا هينضموا لنقابه ايه اول ما يوصلوا، والسيافه بتقول له ما تيجي نشكل فريق. السياف بيقول لها باين على هدومك ان انت ولا تعرفي حاجه في استخدام السيف. قالت له طب ما تيجي نعمل مبارزه ونشوف مين فينا اللي ما يعرفش حاجه. السواق بيقول لهم طلبتوها ونلتوها، قابلوا بقى انتوا الاثنين نشوف مين فيكم هيقتل جوبلin اكتر. كل اللي في العربيه بيبصوا كده بيلاقوا عدد كبير من الجوبلin معترضين طريقهم. السياف على طول بيخاف وبيجري، وكمان السيافه بتحصله. يا حلاوه، ما بيتبقاش غير الام وابنها اللي بيبقوا مرعوبين من الموقف. اما اريل بقى ففضوله خدوا ان هو يختبر قوته، اتقدم على مجموعه الجوبلin وكسر عظمهم سواء بمهاره الاختفاء او بمهاره الرقص بالسيف. سواق العربيه كان مبهور باللي اريل بيعمله، مش مصدق اصلا لان مفيش حد بيقدر يستخدم المهارات دي غير اميره السيف. واللي بنعرف بقى ان قبل 5 سنين اريل فعلا اتعلم المهارات دي كلها من امه، وده بسبب حبه لاستخدام السيف وهو حتى يبقى يدافع عن نفسه. بيكملوا الطريق واول ما بيوصلوا المدينه السواق بيقول له انزل بقى وصلنا. اريل بيقول له طب بما انك مبارز اعمل ايه؟ انا اول مره اجي هنا. السواق بيقول له يا ابني اقول لك ايه، انا معرفتي على قدي، انا مجرد سواق يعني مش اكتر. اريل بيقول له بلاش تواضع بقى، ما حدش يعرف المهارات اللي انا استخدمتها دي الا لما يكون جامد في استخدام السيف. السواق بيقول له انت عندك حق، ما عرفتش ان انا اتخفى عنك، انا فارس مقدس للمدينه دي، بس من وقت للتاني كده بحب اريح من الشغل واخد جوله في الغابه. اريل بيقول له برضه ما قلتليش اعمل ايه هنا. السواق بيقول له شوف يا ابني انت هنا في المكان المناسب لاستخدام السيف، بص شوف كميه الناس دي كلها، كل دول سيافين وكل دول لهم نقابات، النقابات هنا زي الرز، فاختار النقابه اللي تناسبك، وانت بتختار بقى خلي بالك كويس علشان النصابين هنا كتير قوي. وبعدين بيسيبه وبيمشي. اريل بيدخل يكتشف المدينه، بيلاقي كل نقابه حاطه اعلان انها محتاجه اشخاص، فوهو ماشي كده بتجيله بنت وبتقعد تتحايل عليه ينضم للنقابه بتاعتها. اريل بيرفض فبتفضل البنت تتحايل عليه اكتر واكتر، بس برضه هو رافض ينضم لها. بتقول له طب انت بترفض ليه، انت ما تعرفش عننا حاجه. بيقول لها ما دام انت واعيه قوي كده يبقى انت اكيد نقابتك ملهاش لازمه. قالت له طب ايه رايك لو قبلت عرض النقابه هقضي معاك اليوم كله. اريل بيقول لها شكرا انت اصلا مش ذوقي. قال لها بالمناسبه فين اكبر نقابه في المدينه. البنت بتتضايق وبتقول له عيب قوي لما تسالني سؤال زي ده، عموما اكبر نقابه في المدينه نقابه النسل الاسود. صاحبنا على طول بيطلع على مقر نقابه النسل الاسود، بيروح للاستقبال وهناك بيعرفهم انه عايز ينضم لهم، بس هم اول ما بيشوفوا بطاقته وان هو مصنف من قريته ان بلا فايده على طول بيطردوه. ومش هم بس لا، ده اي نقابه موجوده في المدينه ما بترضاش تقبله بسبب بطاقه التصنيف اللي معاه. فهو قاعد يائس كده بيفتكر كلام امه ليه، بيفتكر كمان الجواب اللي هي ادته مكتوب فيه عنوان النقابه اللي هي كانت فيها زمان، علشان لو الدنيا ضاقت بيه يبقى يروح النقابه دي ويقول لهم ان هو ابن اميره السيف. بس وهو في طريقه للعنوان اللي معاه بتجيله البنت اللازقه مره تانية، بتفضل تتحايل عليه ان هو ينضم لهم، بس هو لسه ثابت على رايه ورافضها تماما. قالت له طب تعالى زور نقابتنا حتى، دي مش بعيده من هنا خالص. هناك اهي وبتشاور له على مبنى فخم كده وكبير. بيقول لها ازاي عندكم المبنى ده كله بتعانوا من نقص في الاعضاء. قالت له بص بصراحه انا ارتحت لك وهحكي لك الحكايه كلها. نقابتنا اسمها ناب التنين، وكمان لها اسم تاني اسمها ملك السيفين، وزمان دي كانت اكبر نقابه في المدينه بس الزمن جه عليها. اريل بيسمع الكلام ده وبيفتكر امه على طول لانها اصلا بعتله النقابه دي، بس من حكايتها عنها انها كانت اسطوريه ازاي باظت كده. بيدخل مع البنت جوه النقابه وبيقابل ابوها، بس كان باين عليه متقل في الشرب حبه كده ومش شايف قدامه. اريل اول ما بيشوفه بيقول له مش معقول ده يبقى ملك السيفين، ده دراعه مقطوع. الاب بيقول له ايه اللي جابك هنا يا ابني، انت كده بتدفن نفسك. البنت بتعتذر له عن اسلوب ابوها وبتقول له طبعا بعد كلامه ده مستحيل تنضم لنا. اريل بيقول لها بالعكس ده
ده بعد كلامه ده انا هنضم لكم، انا كده كده مش هعرف انضم لاي نقابه تانية. على طول بتطلع العقد وبتقول له طب امضي يا غالي. بتاخد منه العقد وبتقرا المعلومات بتاعته. ايه ده انت مالكش رتبه؟ انت مصنف بلا فايده؟ شكلك بتهزر. ارل بيقول لها لا طبعا، بطاقه تصنيفي ايه. البنت بترقع بالصوت اول ما بتشوفها. بتقول له العقد اللي ما بيننا ده تبله وتشرب ميته، انت ازاي تنضم لنا وانت مالكش لازمه كده. بتدخل على صوت زعيقها ده واحده تانية معاهم في النقابه. بتقول لها انت بتزعقي ليه يا ليلى؟ ليلى بتقول لها تعالي يا ست راينر اتفرجي على خيبتي، انا وقعت عقد مع واحد ماليش لازمه. راينر اول ما بتشوفه بتقول له ايه ده معقول انت مش فاكرني؟ انا وانت اللي كنا بنتبارز زمان. ارل بيقول لها بس انا ما اتبارزت الزمان غير مع ابن ايفانز. بتقول له يا عبيط ايفانز ما عندوش ولاد اصلا، ما عندوش غير بنت واحده وهي انا. انت مش واخد بالك بس علشان شعري كبر شويه والجسم اتغير. ليلى بتقول لها بقى ده هو عديم الفايده اللي كنت بتحكي لي ان انت ما عرفتيش تنتصر عليه زمان. راينر بتقول لها بالظبط كده هو ده، بس ده كان زمان انما دلوقتي الوضع اتغير. انا بقالي 5 سنين بتدرب على مهارات جديده وبقيت اقوى من زمان كتير. ايه رايك لو ننزل ساحه التدريب سوا؟ ارل بيقول لها انا ما عنديش مانع يلا بينا. بينزلوا كلهم وليلى بتبدا لهم المواجهه. راينر مش ناسيه الطريقه اللي خسرت بيها زمان. بتوجه الضربه الثلاثيه على صاحبنا وبتضربه. ارل بيقول لها برافو عليكي اتغيرتي عن زمان فعلا. بتقول له مش بس كده، دي بترشق سيفها في الارض وبتقول له بقى اتقل من زمان بمراحل واستحاله ان انت تهزمني. ارل بيحب جرأتها وثقتها في نفسها. بتزيد عنده روح التحدي وضربات راينر بتزيد، سرعتها كمان بتزيد وحماس ارل التحدي هو كمان بيزيد. بيستخدم مهاره الصور الوهميه، بيخليها تضرب صوره منهم وبيجي هو من وراها وبيضربها. بتقول له ازاي استخدمت مهاره نادره زي دي. بتزود من ضرباتها بس ولا ضربه بتاثر فيه. بيحاول يضربها في ظهرها بس بيلاقي حمايتها قويه. بيسالها عن السبب فبتقول له دي مهاره القلاده، لازم اكون مأمنه نفسي كويس. شفت بقى ان ضرباتك مش هتاثر فيا، بس ارل عنده من المهارات دي بلاوي. تعليم اميره السيف يابا. بيخليها تهجم عليه وبيضربها ضربه تجيبها على وشها وبيفوز هو بالمواجهه مره تانية. راينر بتعيط على نفسها انها خسرت قدامه تاني. على طول بتسيب المكان وبتطلع تجري. ليلى بقى بتبقى مبسوطه من قوته على الاخر وفرحانه ان هو هيبقى معاهم في النقابه وهو كده كده وقع على العقد معاها. بيقول لها مش كنت هبله واشرب ميته؟ قالت له لا طبعا ازاي، ده انا كنت بحمسك بس يعني مش اكتر. بيقول لها ما علينا كده كده انا معاكو، بس انت قلت لي ان مفيش اعضاء بتنضم لكم والنقابه على وشك انها تنهار. قالت له بص يا عم احنا علينا فلوس كتير، في حاله لو ما سدناش الفلوس دي النقابه هتتقفل، بس ولا يهمك في بطوله معموله في المدينه اخر الاسبوع، لو كسبناها هنسد كل الفلوس اللي علينا وهيتوفر معانا فلوس كتير كمان. بس علشان ندخل البطوله دي لازم النقابه تتقدم ب3 اعضاء. ارل بيقول لها ما افتكرش راينر هتفضل معاكم وانا موجود، وده لان انا هحسسها بالاهانه. بتقول له لا من الحته دي اطمن، راينر لما جت زمان كل النقابات رفضتها بس ابويا وقف جنبها وكبرها فهي عايزه ترد له الجميل باي شكل. ارل بيقول لها فيها الخير والله، لسه بترد الجميل زي زمان، بس مادام واثقه ان راينر هتفضل كده احنا 3. انت خايفه من ايه بقى؟ قالت له يا عم مش ده اللي مخوفني، البطوله دي هتبقى قويه وفيها مبارزين من الرتبه الف ودول قوتهم معديه بكتير. ارل بيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ طب ما ده شيء محمس عايزين نواجههم ونتعلم مهارات جديده. بيدخل ينام ولما بيصحى بيبقى مبسوط ان راينر لسه موجوده. راينر بقى بيبقى باين عليها انها زعلانه بس مش مشكله مادام لسه موجوده معاهم. ليلى بتعرفهم ان كده هم بقوا 3 اعضاء رسمي وهيدخلوا البطوله باسم النقابه بتاعتهم وان شاء الله هيجيبوا مركز كويس. بتقول لهم ده احنا حتى كلنا من الرتبه بي. ارل بيقول لها انا شايفك بتتكلمي عن الرتب كتير، ايه الرتب دي اصلا؟ بتقول له بص يا سيدي الرتب دي هي الف وب وجيم ودال، وما فيش غير 20 سياف بس في المدينه بيحملوا الرتبه الف من اصل 500 سياف، فاحنا ان شاء الله تكون فرصتنا كويسه وما نقابلش حد فيهم. والسلام بقى هروح اشوف الحظ هيوقعنا مع مين واجي. بتسيب صاحبنا وراينر لوحدهم فارل بيستغل الموقف وبيقول لها ايه رايك تدربينا على مهاره القلاده اللي بتعزز قوتك؟ راينر بتقول له انت مجنون يا ابني، دي موهبه انا مش متعلماها. ارل بيقول لها بس عادي انا اقدر اتعلمها، واديكي شفت بنفسك باقي المهارات اللي انا اتعلمتها وما كانش عندي موهبه ولا حاجه. راينر بتاخده وبتنزل على ساحه التدريب، هناك بيطلب منها انها تضربه بالسيف بتاعها فبتقول له انت باين عليك عبيط، السيف تقيل يا ابني وممكن يأذيك. بياخد السيف منها وبيقعد يجربه، بيقول لها هو ده المطلوب بالظبط، السيف المناسب في الوقت المناسب كمان. راينر بتقول له بس لما اضربك ما تقعدش تصيح وتعيط. بيقول لها عيب عليكي لما اعيط من واحده جميله شكلك. البنت والشعب يحمر كده وبتقوم خبطاه بالسيف في دماغه. بتقول له مش قلت لك بطل معاكس فيا؟ في الوقت ده بتدخل عليهم جلابه المصايب ليلى اللي بتعرفهم ان حظهم اسوأ من ما هي توقعت. القرعه خلتهم يواجهوا نقابه النصل الاسود في البطوله ودول عندهم 8 سيافين من الرتبه الف، ومش بس كده لا ده زعيمهم جورج هو اللي مخطط للمواجهه دي وشكله ناوي على حاجه. بتبص كده بتلاقي ارل واقع على وشه. بتقول وكمان الراجل اللي حيلتنا مات. راينر بتقول لها اهدي بس ده احنا كنا بنتدرب. ارل بيقوم من على الارض وبيقول لهم ان هو جعان. بيبقوا هما الاتنين مستغربين ازاي بيبقوا في فرط زي دي وهو بيتعامل ببرود كده. الوقت بيعدي وبيجي يوم البطوله، الناس بيبقوا بيتريقوا
بيتريقوا على نقابة ناب التنين وبيقولوا يا ترى هتعمل ايه قدام نقابة النسل الاسود، دول اكيد هيتفرموا علشان اغلب الناس مراهنة بفلوس كتير على خسارتهم. ليلى بتسمع الكلام ده وبتتعصب على الاخر، بتبقى عايزة تروح تضرب الناس اللي بتتكلم. راينر بتمنعها طبعا وبتقول لها يا بنت ما الطبيعي ان الناس تبقى متوقعة خسارتنا. ليلى بتقول لها لا ما احنا ما ينفعش نخسر، ده انا مراهنة ب 20% من فلوس ابويا. راينر بتقول لها يا شيخة منك لله، مش بس نقابتنا هتتقفل لا ده احنا هنبقى مفلسين كمان. ليلى بتقول لها ما كده خسارة وكده خسارة، نو ريسك نو فن بقى. بيدخل عليهم جورج وبيقول لهم حاسسكم متحمسين للمواجهة دي وكمان ضمتوا عديم الفايدة للنقابة بتاعتكم، حظ موفق بقى ان شاء الله. هو بيسيبهم وبيمشي. ارل بيقول لهم شكله طيب اهو، امال بتقولوا عليه كلام وحش ليه؟ راينر بتقول له طيب ده جاي علشان يشمت فينا يهبل، ده عايز يخلص علينا نهائي. الناس كلها بتدخل قاعة المواجهة وبيجي وقت البداية. المذيعة بتعلن المواجهة واسم زعيم نقابة النسل الاسود ما بيكونش في القايمة. ارل بيقول لهم ما الراجل مش موجود اهو، امال خايفين ليه؟ ليلى بتقول له معنى ان هو مش موجود فالموجودين اجمد منه. ارل بيقول لها حلو ده، هنتعلم مهارات جديدة دلوقتي. البنتين بيبقى هيجي لهم جلطة منه. المذيعة بتقدم اول واحد من النسل الاسود، ده بقى غيوم وبارز من الرتبة الف، وبعده بتقدم اول واحد من ناب التنين وده عديم الفايدة ارل. غيوب يبقى واخد الموضوع بتكبر، ازاي يضيعوا وقته مع واحد عديم الفايدة زي ده، بس بيحصل العكس خالص. ارل بيستخدم مهارة الصورة الوهمية وبيطلع له صورة واثنين وثلاثة وفي الاخر بيخلص عليه من ظهره. غيوب بيقول له 3 صور وهمية، ايه الجمدان ده يا ابني؟ ارل بيقول له 3 ايه؟ ده رامي كانت بتعمل 5. المذيعة بتعلن فوز ارل بالمواجهة دي وسط ذهول واستغراب من كل الجمهور، ازاي يعني عديم الفايدة ده يخلص على مبارز من الرتبة الف؟ بتبدأ الجولة الثانية والثالثة والرابعة والنتيجة دايما ثابتة. ارل مفيش حد يملى عينه وبيمسكهم كلهم يكسرهم. الجمهور بيشك في ارل، ازاي يعني عديم فايدة يعمل كل ده؟ بيطلبوا من المذيعة انها تشوف بطاقته التصنيفية، اول ما بتشوفها بتلاقيه فعلا مصنف في قريته ان هو عديم الفايدة. الجمهور بيفرح، ازاي واحد بالقوة دي ومش واخد رتبة في قريته ولا كمان حتى في النقابة اللي دخلها. ليلى بتقول لراينر انت ما قلتليش ليه ان ارل بالقوة دي كنت راهنت عليه بكل فلوس ابويا، انا لازم اجهز الورق في اقرب وقت. راينر بتقول لها ورق ايه؟ ما هو مقيد معانا في النقابة. قالت لها لا ده انا بتكلم على ورق الزواج، ده ما ينفعش نسيبه يطلع من المدينة قبل ما اتجوزه. راينر بتقول لها ارحمينا بقى من جفافك العاطفي ده، لسه جولة خلينا نتفرج. المذيعة بتعلن الجولة الخامسة والاخيرة ودي بقى جايبين له فيها اكتر سياف عنده خبرة في النقابة، ومش بس كده لا ده كمان معاه سيف نادر. بس تفتكر ان كل الحاجات دي هتأثر في صاحبنا؟ لا والله. ارل بيستمتع بالمواجهة وبيجرب عليه كل المهارات اللي اتعلمها من امه، بيمسح بكرامة ام السياف ده البلاط. المذيعة بتعلن فوز نقابة ناب التنين وسط ضجة كبيرة من الجمهور اللي راهن بكل فلوسه على فوز النقابة التانية. اما ليلى وراينر بقى فالدنيا مش سايعاهم من الفرح بسبب الفوز ونازلين احضان في بعض. حتى ليلى كانت عايزة تحضن ارل لكن هو رفض. اما راينر بقى فلا دي واخدة الوضع بس من ساعة ما كانت ليلى حضناها. ارل بيقول لها لا عادي لو عايزة حضن بس اهم حاجة اقلع الدرع اللي انت لابساه ده الاول. كل الحوارات دي بقى مش جاية مع جورج السكة، ازاي يعني الواد العبيط ده يطلع منه كل ده وشكله كده بيخطط له على حاجة. الفايزين بيرجعوا للنقابة بتاعتهم وبيتعشوا عشاء من الاخر. ليلى بتقول له ما تتجوزني بقى يا ابني واكسب فيها ثواب. ارل بيقول لها لا ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي، وبعدين لو هتجوز واحدة زي راينر مش واحدة زيك. راينر بتتجنن عليه وبتقول له يا عم قول لها اي حاجة تانية دي ممكن تشخصنها معايا، وبعدين هتتجوز واحدة زي ليه؟ ده انا الناس كلها بتقول عليا مسترجلة. ليلى بتدخله في حتة تانية كده وبتقول له طب ما تيجي اعمل لك مساج في الأوضة. ارل بيقول لها حتى ده كنت هوافق عليه لو راينر اللي هتعمله لي مش انتي. فليلى بتتعصب على الاخر. بياخدهم ارل وبيطلعوا على ساحة التدريب علشان يتدرب على مهارة القلادة، المهارة اللي كانت واخدة كل تفكيره ساعتها. بيدخل عليهم ابو ليلى وبيقول لهم ياه لسه بتتدربوا؟ اكيد خسرتوا في البطولة امبارح وجايين تزودوا قوتكم هنا. ليلى بتقول له لا احنا كسبنا. بيقول لها كانوا حاطينكم قصاد سيافين مبتدئين ولا ايه؟ قالت له لا بالعكس خالص، كانوا من الرتبة الف بس بفضل الواد ده قدرنا ان احنا نهزمهم كلهم، وبالفوز ده هنقدر نسد الديون بتاعة النقابة ونقف على رجلينا من تاني. ابوها بيقول لها تفكيرك غلط، لو هو فعلا بالقوة دي فاكيد اي نقابة تانية معاها فلوس هتقدر انها تشتريه. ليلى بتقوله من الناحية دي اطمن انا كده كده هتجوزه. ارل بيقول لها يا بنت ارحمي نفسك بقى. ابوها كمان بيقول لها ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ ارل بيقول لها هي فعلا غبية وما بتفهمش، بس حتى لو هي كده فهي احسن من اللي استسلم وسلم نفسه للكآبة والشرب. ايد واحدة كانت كفاية ان انت تمسك بيها السيف ولا انك تستسلم كده. الاب بيتعصب وبيمسكه من رقبته وبيقول له عرفك انت كفاية ولا مش كفاية؟ السيافين اللي متعودين ان هم يواجهوا بايدهم الاتنين لو واحدة باظت ما بيبقاش عندهم اي مهارة. ارل بيقول له ايه يعني؟ طب ما انا كل الناس بتقول عليا ان انا عديم الفايدة وما عنديش مهارات، هل ده بيخليني ان انا يأس؟ الاب بيسيبه وبيمشي. ليلى بتنزله جري وبتعتذر له عن اللي ابوها عمله، بتعرفه ان اكيد كلامه هيأثر فيه ويعقله ويرجع يرفع اسم النقابة من تاني. ارل بيقول لها يا ريت، ده قوي جدا وانا نفسي اتعلم منه. بتقول له طب بما انه قوي بقى ايه رأيك لو نروح نستكشف الدماس؟ ارل بيقول لها ده ايه ده؟ راينر
راينر بتقول له ده ديماس ضخم مكون من طوابق تحت المدينه، في وحوش وفخاخ كتير، اغلب السيافين بيروحوا يختبروا قوتهم هناك، انا قدرت اوصل للطابق ال 14. ليلى كمان بتقول له انها قدرت توصل للطابق ال 12. اريل بيقول لهم انا عايز اروحه. راينر بتقول له انا كمان هاجي معاك علشان اختبر قوتي قبل بطوله كاس المدينه. بيقول لها بطوله ايه دي كمان؟ قالت له انت بجد ما تعرفهاش؟ دي بطوله بتحدد مين اقوى سياف في المدينه. ليلى بتستغل الموقف ده وبتقول له انت عايز تدخلها؟ لو عايز تدخلها املى الاستماره دي بسرعه. اريل بياخدها منها كده وبيقطعها. بتقول له انت مش عايز تدخل؟ قال لها لا ده علشان دي وثيقه زواج. صبح دي مفكراني عبيط. كل ده بيبقى جورج بيتابعهم من خلال بلوره سحريه، وعارف ان هم رايحين للدماس بكره. اليوم بيعدي وتاني يوم بيصحى اريل من نومه مستغرب. الهدوم اللي ليلى لابساها بتكون غريبه جدا، وكمان عايزه تتجوزه غصب عنه. بيربطها في السرير وبيروح علشان يصحي راينر. بيلاقيها بتحلم انها بتتكلم مع ابوها وبتحكي له انها بقت سيافه جامده، وبتطلب منه يكون مبسوط بيها وبمكانتها دلوقتي. من بعدها بقى بيروحوا كلهم على الدماس. اريل بيلاقي ناس كتير هناك، بيقول لهم كل دول هيبقوا معانا. ليلى بتقول له لا، كل واحد بينتقل عن طريق دايره سحريه توديه للطابق اللي هو عايزه، وهو بقى بينزل يختبر قوته براحته. بيقول لها يا خساره كنت عايز اوصل لابعد نقطه علشان نقابل وحش كويس. قالت له من الناحيه دي ما تشيلش هم، هنزل انا وانت لابعد نقطه، خليك انت هنا يا راينر، هننزل احنا نكمل اللي بدأناه الصبح. اريل بياخد باله ان نيتها مش كويسه، فبيطلب من راينر انها تروح معاهم. بيدخلوا للطوابق الاولى وبيقابلهم 2 من الروبوتات. على طول اريل بيقطع راس اول واحد بس ما بيتاثرش، بيفضل يحاربهم. بيفكر اريل ان ما دام الروبوتات دي لسه مكمله يبقى اكيد هيقطع رجليهم علشان يشيل حركتهم، بس برضه بعد ما بيقطع رجلهم بيضربوا بدراعاتهم. بيمسك هو واحد يقطعه حتت وبتمسك راينر التاني تقطعها هي كمان. ليلى بتقول لهم ياه كانت معركه ممتعه. اريل بيقول لها ممتعه ايه وانت ما شاركتش في المعركه اصلا؟ صحيح انت رتبتك ايه ولا مهمتك ايه عموما؟ قالت له بص يا سيدي انا من السيافين المبارزين اللي يعملوا لك اي حاجه بالسيف في غمضه عين. بيقول لها مالكيش لازمه يعني. قالت له لا انا عندي حاجه مهمه مش عندك يا عديمه الاحساس. لا دي مني انا مش هو اللي قال لها كده. اريل بيسيبها وبيكمل طريقه، وهما ماشيين بيقابلهم واحد بيستغيث وشكله متبهدل جامد ومضروب لما طالع عينه. راينر بتقول لهم يلا ناخده ونطلع بيه بسرعه. بيقول لهم لا في وحوش كتيره جوه واصحابي كمان جوه، حد يلحقهم قبل ما الوحوش تخلص عليهم. ليلى بتقعد تتفاوض معاه انه يديلهم فلوس مقابل انقاذ صحابه. الواد يا عيني بيوافق على طلبها وبيديها الفلوس. اريل بيقول لها امال ايه الحب والاحساس اللي كانوا من شويه دول راحوا فين يا عديمه الاحساس؟ الراجل بيموت وبتطلبي منه فلوس مقابل المساعده. بتقول له يا اريل يا ابني ده بيزنس، لازم تعرف تستغل الفرص كده. اريل بيقول له امشي قدامي يا ابني وريني اصحابك. بياخدهم الواد وبيدخلوا اوضه كده بس ما بيلاقوش حد. الواد بيقول لهم كانوا هنا راحوا فين؟ طب نمشي ورا اثار الدم. هنا بقى ليلى بتشوف عمله معدنيه على الارض وبتجري عليها علشان تاخدها. اول ما بتمسكها بتتفاعل دايره انتقال في المكان كله، بتاخد الشباب وبتنزل بيهم لاعمق نقطه في الدماس. الواد بيبقى هيموت من الخوف، انا ايه اللي جابني هنا معاكو؟ اريل بيقول له يعني ايه بالظبط؟ الواد بيقول لهم انا واخد فلوس علشان استدرككم للدايره دي، الدايره دي اللي هتنقلكم لاعمق نقطه، بس ما كنتش اعرف ان الدايره دي هتنقلني معاكم، انا ماليش دعوه. فجاه بيطلع لهم وحش الدماس اللي ضربه واحده منه كانت كفيله انها تدمر نص المكان اللي هم فيه، والضربه التانيه كانت واخده اريل لازقاه في الحيطه. بس انت فاكر ان دي النهايه؟ لا والله. اريل بيقول لهم شفتي بقى تاثير مهاره القلاده؟ ما تاثرتش من الضربه بتاعته، بس الراجل ده مهارته معديه كل اللي قابلتهم. مهارته دي تصنف من مهارات اميره السيف العظمى، وبما اني متعلم كل المهارات دي من امي فحان وقت اختبار القوه. بتبقى المعركه جباره بين اريل ووحش الدماس لغايه ما وحش الدماس بيقرر ينفذ عليه مهارته النادره. بيثبتهم كلهم في مكانهم، بس حتى ام اريل كانت معرفاه بيها من زمان، كانت معوداه على المهاره دي، فبكل قوته بيستخدم مهاره التحطيم اللامتناهي وبيخلص على الوحش خالص وسط ذهول من اللي موجودين كلهم. ليلى بتقول له عاش يا زوج المستقبلي. راينر بقى بتقول له انت مش طبيعي يخرب بيت جمدانك، انا بس عندي سؤال واحد، انت عارف كل المعلومات عن المهارات دي منين؟ حتى ليلى بتكمل على سؤال راينر، بتقول لها عشت عمري كله في المدينه، اول مره اشوف حد بالقوه دي. اريل بيقول لهم علشان بكل بساطه ام اميره السيف. راينر بتقول له ما تهزرش، امال ما بتظهرش قوتها دي ليه في القريه؟ بيقول لها علشان ما بتحبش تبقى ملفته للنظر. بتقول له لو اعرف ان انت بالقوه دي من الاول كنت اعترفت لك. بيبص لها كده وبيقول لها مش مشكله، كلها مساله وقت وتعترفي. بيطلعوا كلهم من الدماس، وفي الوقت ده كان ابو ليلى قاعد في احد القهاوي بيسمع ناس جنبه بيتكلموا ان هم قبضوا فلوس علشان يخلصوا من ليلى والواد عديم الفايده اللي معاها. على طول بيكسر لهم الترابيزه بتاعتهم وبيقول لهم انتوا عملتوا ايه في بنتي؟ جورج بيطلع على الزعيق وبيقول له لسه زي ما انت صوتك عالي وعلى طول بتزعق. صح انا جاي اقول لك انا سمعت ان بنتك واللي معاها وصلوا لاعماق الدماس، والزمان وحش الدماس موتهم، لسه ابو ليلى هينهار. فبتدخل عليه ليلى واصحابها بيبقوا رايحين له القهوه علشان ياكلوا. ابوها بيحضنها جامد وبيقول لها انتوا لسه عايشين؟ بتقول له والله كنا هنموت بس كله بفضل اريل. ده جورج هنا كمان، انت عامل ايه يا غالي؟ كنت عايز تموتنا ليه بقى؟ لسه هينكر. بتقول له هتنكر ايه؟ الراجل اللي انت بعته معانا اعترف عليك من غير حتى ما نيجي جنبه. بيقول لها وانا مالي بيكوا اصلا، هاذيكوا ليه؟ اريل بيقول له تمام انا
كده فهمت. جورج بيرجع بيته وبيكسر اي حاجه تقابله في الاوضه، بيبقى هيموت من الغيظ بسبب ارل اللي عمله، بس في وسط غضبه ده بيطلع له سيف سحري بيقول له ما تاكلش في نفسك كده يا غالي، اسمع كلامي وانا هنول لك اللي في بالك. تاني يوم في النقابه بتبقى ليلى عماله تحكي لهم ان نهايات الكاس قربت، بس هي قلقانه جامد علشان ارل في مجموعتها. راينر بيبقى باين عليها الهدوء ومش مركزه مع ليلى اصلا. ارل بيدخل عليهم وبيقول لها انت عامله دوشه ليه؟ ايه يعني انا في مجموعتك؟ هو انت فاكره يعني لو كنت في مجموعه تانية كنت هتعرفي تتاهلي بمستواكي ده؟ ليلى بتسمع كلامه وبتتعصب اكتر، بتقول له تمام قوي، انا هروح اكمل تدريب في الدماس قبل ما يمشوا للتصفيات. ابو ليلى بيدخل عليهم وبيقول لها انا عارف انك متحمسه وعايزه تثبتي لارل انك قويه، بس خلي بالك على نفسك علشان الدماس خطر عليكي. ليلى بتسيبهم وبتمشي. ابوها بيبص لارل كده وبيقول له حاولت اعمل حاجه صح، من النهارده هبطل شرب وهبقى سياف قوي واب كويس، ومن اول يناير هكون انسان جديد. وبعدها بيطلعوا يروحوا ساحه التدريب علشان تبدا التصفيات. بتبقى ليلى لسه زعلانه على مستواها الضعيف وواقفه حزينه. ارل بيقول لها يا بنت لسه عليكي بدري، اقفي هنا وتعلمي من عمك. ليلى بتقول له انت قوي وكمان كسبت مواجهات كتير، بس مواجهتك اللي جايه دي غير خالص. المره اللي فاتت كنت بتواجه مغامرين بالسيوف مش اكتر، بس المره دي انت داخل على سيافه من فئه متقدمه وبتستخدم السحر مع السيف كمان. ارل بيقول لها وماله، دي حاجه كويسه علشان نتعلم مهارات جديده. بيدخل ساحه القتال والحكمه بتعلن بدايه المواجهه. الخصم بتاعه بتقول له عامل ايه؟ اتمنى ان انت تكون مستعد للمواجهه دي. صحيح عايز اقول لك ان انا بستخدم السحر علشان لما تخسر ما تتحججش وتقول لي استخدمت السحر والكلام العبيط ده. ارل بيقول له ايه يعني انت بتستخدم السحر؟ دي حاجه كويسه علشان اتعلمها منك. بيستفزها كمان وبيقول لها وبعدين اصلا باين عليك مستواك ضعيف زي ليلى. البنت اللي قدامه بتتعصب جدا، بتفعل قوتها وبتضربه بكرات نار ورا بعضها. الواد بيصدها كلها وبتقول له عاش عليك، ما كنتش اعرف ان انت بالقوه والسرعه دي. ارل بيقول لها انت مصدقه نفسك؟ انت اللي ضعيفه يا بنتي مش انا اللي قوي. البنت بتولع اكتر من كلامه، بتقول له انا اللي ضعيفه؟ طب اتفرج بقى. بتحاول سيفها لسيف ناري كده والجمهور كله بيبقى في حاله ذهول. بتهجم على ارل بس ولا بتعمل فيه اي حاجه. ارل بيستخدم مهاره السيف المزدوج وبيطفي النار بتاعه سيفها. بيقول لها شفتي بقى، شفت انك ضعيفه؟ بيهجم عليها وبظهر سيفه بيضربها في رقبتها، بيوقع منها السيف بتاعها وبتعلن الحكم فوز ارل بالمواجهه. الايام بتعدي وبيجي يوم المواجهه اللي بعدها. ليلى بتصحى ابوها من نومه علشان يروح معاهم، بس هو ما بيبقاش عايز يروح. بتقول له يبقى اللي في دماغي صح، انت خايف تقابل جورج هناك. ابوها بيقول لها عيب اللي انت بتقوليه ده، انا امبارح مسكت سيفي بس ما كنتش قادر احركه زي زمان، شكلها كده راحت عليا خالص. ليلى بتقول له قوم يلا هنروح سوا، حتى لو ما جيتش معايا هربطك واخدك بالعافيه، لازم نشجع ارل ابن النقابه بتاعتنا. من الناحيه التانيه بقى بتبقى راينر قاعده في ساحه المعركه متوتره وقلقانه. ارل بيجي لها كده وبيحاول يخفف عنها، بيقول لها اهدي كده الدنيا مش مستاهله كل الخوف والقلق بتاعك ده. راينر بتقول له يعني انت شايف ان ده وضع ما يقلقش؟ ارل بيقول لها انت خايفه تواجهيني ولا ايه؟ بتقول له في التصفيات النهائيه دي الواحد ما بيبقاش عارف خصمه من قبلها بفتره علشان يدرسه او يعرف ضرباته. ولسه هتكمل كلامها بتقطعها الحكمه باعلان بدايه المعركه اللي جايه واللي هتبقى بين بطل السنه اللي فاتت جورج وبين عديم الفايده ارل. ارل بيسمع الكلام وبيقول لها توكلنا على الله. بيقوم علشان يروح للساحه. راينر بتمسك ايده وبتقول له خلي بالك على نفسك. ارل بيقول لها انت هاويه ولا ايه يا بنتي؟ انا 5 دقايق وجاي لك على طول. جورج بقى بيدخل الساحه وبتبقى في حواليه هاله سودا. يا حلاوه. ليلى بتقول ده شكله وحش مش جورج ده خالص. ابوها بيدقق النظر فيه كده على طول وبينادي على صاحبنا، بيقول له اوعى تقرب منه يا ابني. ليلى بتقول له في ايه؟ قال لها السيف اللي معاه ده اقوى سيف على وجه الارض، السيف ده جواه شيطان مسيطر عليه. جورج بيقول له ما كنتش اعرف ان في حد ممكن يتعرف عليا ولا على السيف بتاعي. ابو ليلى بيحكي لهم اكتر عن السيف، بيقول لهم ان في شيطان بيتحكم فيه والمفروض انه محرم حد يستخدمه وموجود في الخزانه الملكيه. ازاي وصل لجورج؟ الشيطان بيرد عليه وبيقول له ايوه انا بقالي سنين محبوس في الخزنه الملكيه، بس كنت متاكد ان في حد ضعيف هيلجأ لي في يوم من الايام علشان يسيطر على العالم، والشخص ده كان جورج يا صاحبي علشان ما تتوهش مني. الشيطان بيعرفهم بنفسه وان اسمه دور غيلدا. بيقول لهم بقى جه الوقت اللي لازم العالم كله يموت. راينر بتقول له ايه ده؟ ارل بيقول لها هو مشهور ولا ايه؟ بتقول له يا عم كفايه سذاجه بقى، المفروض انت تكون عارفه من كتب التاريخ حتى، ده شيطان استدعى ملك شرير في العصور الغابره. ارل بيتصدم وحتى الجمهور كله بيتصدم. معقول دور جيلدا ملك الشياطين الاسطوري رجع؟ كلهم بيحاولوا يهربوا من المكان بسرعه. الشيطان جيلدا بيبقى مبسوط بخوفهم ده، بيقول لهم صياحكم طرب والله. بيفعل ختمه على الارض وبيحاوط المكان كله بسحره، مفيش حد بيعرف يخرج من الساحه خالص. صياح الجمهور بيزيد واصواتهم بتعلى كمان وكمان، وده بيبقى باسط جلد على الاخر. بيبقى مبسوط من حاله الرعب اللي عاملها في المكان لغايه ما بيشوف واحد عبيط واقف قدامه ورافع سيفه عليه. بيقول لهم مين الجربوع اللي قدامي ده؟ انت رافع سيفك كمان؟ ده انا هبدا بيك انت الاول. ارل بيقول له لو ما كنتش واثق في نفسي وفي سيفي ما كنتش وقفت الوقفه دي. جلده بيقول له واثق يا ابني، ما حدش في العالم ده كان يقدر يقف في وشي كده، مفيش غير واحد بس وهو ملك السيف وده مات من زمن الزمن. ارل بيقول له لا
انت كده عندك غلطتين. الاولى ملك السيف ما ماتش، وده يا صاحبي لان ام ارل لسه عايشه. اما التانيه بقى فحتى لو ما كنتش ملك السيف فانا قادر ان انا اواجهك. بيهجم عليه بمهاره من اللي اتعلمها من امه زمان. جلده بيقول له مش معقول دي مهاره ملك السيف، انت فاكر ان المهاره الرخيصه دي هتاثر فيا؟ بيهجم عليه بضربه اسطوريه من ضرباته، بس عكس المتوقع اللي بيحصل. ارل واقف صلب مكانه والضربه ولا اثرت فيه. جلده بيكون مصدوم ازاي يعني؟ ارل بيقول له دي مهاره القلاده يا غالي، انا بتدرب عليها من يوم ما جيت هنا انا وراينر. جلده بيهجم عليه بس ارل بيصد هجمته. بيفعل هو قوته وبيستخدم مهاره التحطيم اللانهائي وبيعدمه العافيه خالص. جلده لسه واقف على رجله بعد كل ده. بيقول له ايه كل مهارات ملك السيف دي؟ معقول انت ملك السيف؟ ارل بيقول له مش قلت لك غلطان، انا شخص عديم الفايده مش اكتر. بيضربه ضربه بترميه بعيد. صاحبنا بيقرب منه كده وبيقول له ما عادش فيك حته سليمه، شكلك كده مت ولا ايه؟ كل الناس بتفرح بالخبر ده وببطلهم الجديد، بس انت فاكر ان جلده مات فعلا؟ انت غلطان يا صاحبي، جسم جورج هو اللي ما عادش قادر يقف على رجله. اما جلده فبيدور على حد تاني يدخل جواه بدل جورج. بيبص على الجمهور بس مفيش ولا واحد فيهم نافع، دول كلهم ضعفاء وملهمش اي لازمه. ايه ده؟ لا في واحد اهو، الراجل ده قوته تستحملني. بيبقى الواحد ده ابو ليلى، بيطلع على طول وبيدخل في جسمه. ومش بس كده، لا ده كمان بياخد ليلى رهينه له. ارل بيقول لهم انا باين عملت حاجه غلط، انا كان المفروض اواجه السيف مش جورج. السيف بيقول له انت لسه فاكر تشغل دماغك؟ صاحبنا بيقول له بسيطه خالص، انا هكسر عظم وشك تاني زي ما انا لسه عامل. جلده بيقول له لو اتحركت خطوه واحده من مكانك هطير رقبه خطيبتك. ارل بيقول له خطيبتي دي واحده معتوها ولا خطيبتي ولا نيله؟ جلده بيقول له ما تحاولش الانكار، هي بنفسها اللي قالت لي كده. ارل بيقول له وماله، اثبت لك انها مش خطيبتي ولا حاجه واكسر عظمكم انتوا الاثنين. راينر بتقول له انت رايح فين يا عم طول بالك؟ ارل بيقول لها اعرفهم ان هما الاثنين ما لهمش لازمه بالنسبه لي. ليلى بتطلع من صمتها ده وبتقول له يا عم انا كان نفسي ان هو يخطبني، انت بتعمل ايه؟ ارل بيقول له شفت بقى يعني ملهاش لازمه بالنسبه لي. وهنا بقى ابو ليلى بيحاول يسيطر على نفسه ويفك ليلى من ايده. البنت بتجري على راينر وارل بيقول لهم جه دوري، انا لازم اتدخل دلوقتي. ابو ليلى عكس جورج خالص، جورج كان عايز السيف يسيطر عليه انما ابوها بيحاول يفك منه، وده الوقت المناسب ان انا اخلص على السيف. ابو ليلى بيتحمس كده وبيرمي السيف باقصى قوته. ارل بيضربه ضربه واحده بيفرتكه بيها، ومن هنا بيتكسر السيف وبيتشال الحاجز اللي كان عامله على المكان كله. ومن اليوم ده بقى بيرجع رود ابو ليلى لحياته الطبيعيه. بيدرب مجموعه جديده من الشباب اللي انضموا للنقابه بتاعته، بس التدريب كان قاسي لدرجه ان الشباب ما استحملوش وهربوا منه. واحد منهم بيبقى قاعد في جنب كده مرعوب من رود. ليلى بتجيله وبتقول له انت كسلان كده ليه؟ مش انت انضميت لينا علشان تبقى سياف قوي؟ انت مقصر ليه في التدريب بتاعك؟ الواد بيقول لها انا كنت عايز اتدرب على ايد المعلم ارل. ليلى بتقول له ارل هو فين ارل دلوقتي؟ ده وعدني بالجواز وسابني وخلع. بنروح احنا بقى لصاحبنا اللي خلع يا صاحبي. بنلاقيه واخد اول عربيه رايحه على قريته. سواق العربيه بيقول له انا اول مره اشوف بطل بيهرب من المدينه بعد ما يفوز بكاس ملك السيف، انت المفروض تقعد في المدينه وهتعيش ملك يا ابني. ارل بيقول له لا طبعا انا لازم ارجع البيت علشان اواجه امي. السواق بيضحك كده وبيقول في نفسه مش معقول بقى اقوى رجل في العالم بيخاف من امه؟ صحيح الامهات لهم سحر خاص. ارل بيرجع البيت كده وبتبقى امه في انتظاره عماله تقطف الورد علشان هو جاي. صاحبنا بيقول لها عرفت منين ان انا جاي؟ ده انا حتى كنت حابب اعملها لك مفاجاه. بتقول له يا ابني ده انا بحس بيك من غير ما تتكلم. قلب الام بقى يا جدعان. ارل بيقول لها طول عمري عارف ان قوتك ملهاش حدود، بس على فكره بقى انا جايلك المره دي وانا بطل كاس السيف. بتقول له عاش والله، اكتسبت خبرات كتير وقوه كبيره في المدينه كمان. الواد بيقول لها علشان كده انا عايز اواجهك. بتقول له بس كده يلا بينا، بس خلينا نروح ساحه المعركه اللي ورا الجبل علشان لو اتواجهنا هنا هندمر البيت. بيروحوا ساحه المعركه فعلا وبتبدا المواجهه. ارل قوتها جباره كده كده، اما ارل بقى فعمال يعمل لها حركات كتير، وفي نفس الوقت امه بتقول له لا ده انا ما كنتش متوقع ان انت هتكتسب كل الحركات دي في المدينه، ايه القوه الجامده دي؟ بس انت برضه بتواجه ملكه السيف، بتجمع كل قوتها وبتهجم بيها على ارل. الواد بيقول في نفسه ان هو لازم يتحرك اسرع من كده، وخير وسيله للدفاع هي الهجوم، انا لازم اهجم قبل ما تفوز عليا. بيهجموا هما الاثنين على بعض بنفس المهاره وفي نفس الوقت. الضربه قوتها كانت معديه الجبل ووصلت للمدينه وخلت كل الناس في المدينه يعيشوا في حاله رعب. في الوقت ده كانت راينر رايحه لبيت ارل، بتخبط على الباب واخت ارل بتفتح لها. راينر بتسال عليه بس اخته كانت غيوره شويه، بتقول لها مفيش حد هنا بالاسم ده. هنا بقى بيدخل عليهم ارل وامه اللي رجعوا من ورا الجبل، بس كان باين عليهم التعب والبهدله. اخته بتحضنه وبتقول له مرحب برجوعك يا غالي، بس ايه البهدله اللي انتوا فيها دي؟ ارل بيقول لها مفيش، ده انا كنت بجرب قوتي مع امي. اخته بتقول له اكيد هي اللي كسبت. البنت بتقول لها لا طبعا ارل اقوى واحد في العالم، وشكلها كده يا صاحبي ما كانتش عايزه تصغره قدام صاحبته. المهم امه بتقول له ايه يا عم ارل مش هتعرفنا مين دي ولا ايه؟ ارل بيقول لها دي راينر زميلتي في النقابه. امه بتقول له انا علمتك تعامل ضيوفك كده، مش المفروض ندخل جوه ونشرب حاجه؟ بيدخلوا جوه فعلا، وامه بتقول له انا عايزاك بقى تحكي لي عن قصه معرفتكم ببعض، انا بحب اسمع قصص الحب. ارل بيقول لها ثواني حب ايه؟ وبعدين انت يا بنت ايه اللي جابك ورايا اصلا؟ راينر بتقول له ما انت مشيت كده من غير ما تعرف حد.
حد. بيقول لها بس انا سبت لكم رساله وداع في النقابه. راينر بتقول له هو الوداع يتساب في رساله برضه؟ مش المفروض كنت تودعنا بنفسك؟ امه بتقول له يا حلوف انت البنت شكلها بتحبك، جايه هنا علشانك وانت بتقول لها انا سايب لك رساله. راينر بتقول لها هو مش بالظبط كده، انا اصلا من القريه دي وجيت برضه علشان اشوف اهلي وكمان علشان تعلميني فنون القتال. هنا بقى بيقطع كلامهم واحد بيصرخ على الباب جاي يستنجد بام ارل علشان تروح تتعامل مع الصوت اللي جاي من ورا الجبل، وده بصفتها ملكه السيف يعني وكده. ده بقى يبقى ايفانز ابو راينر. ام ارل بتقول له ما تقلقش ده كان وحش صغير كده واتعاملت معاه خلاص. ايفانز بيقول لها انا عارف ان انت قد الدنيا يا ام ارل والله. قال له راينر انت بتعملي ايه هنا؟ ام ارل بتقول له جايه علشان اعلمها ازاي تبقى زوجه صالحه. راينر بتتفاجئ كده زوجه صالحه ايه؟ ايفانز بيقول لها ايوه والله يا ام ارل، من يوم مامها ماتت وانا ما عرفتش اعلمها اي حاجه غير فنون القتال. ام ارل بتقول له عيب عليك بقى، ده انا هخليها لك ست بيت زي ما قال الكتاب. بتاخدها وبيدخلوا المطبخ بس راينر باين عليها كده هتحتاج تدريب كتير قوي، دي مش عارفه تمسك السكينه اصلا. على الجانب التاني بقى ارل بيروح لابوه المكتب. اول ما بيدخل عليه ابوه بيقول له كنت حاسس ان الدوشه اللي بره دي علشانك، انت عامل ايه يا ابني؟ بس امك صوتها عالي ليه؟ انت عملت مصيبه ولا حاجه؟ ارل بيقول له ولا مصيبه ولا اي حاجه، ده انا كنت جايب صاحبتي معايا مش اكتر. ابوه بيقول له ايوه كده دلعني، انت ليك في الشغل ده امك زمانها هتنفخك. ارل بيقول له يا عم اهدى، دي صاحبتي في النقابه، انا جاي اعرفك ان خدت بطوله كاس السيف في المدينه وكمان هزمت امي لما جيت هنا، ها بقى هتعلمني السحر زي ما كنت وعدني. ابوه بيقول له اهدى شويه كده، انت جاي سخن كده ليه؟ بص هو مش هينفع اعلمك. بياخد ابنه وبيطلعوا يروحوا المخزن. ابوه بيقول له يلا يا غالي عايزين نصلح الترابيزه دي قبل المغرب. ارل بيقول له انت يا عم مش ساحر، ما تستخدم السحر وصلحها في ثانيه. ابوه بيقول له انت غشيم، لو على السحر فبص كده، بيمسك مج مكسور وبيصلحه في لحظه. ارل بيقول له ما انت شغال اهو، امال عايزنا بقى نقعد نتعب في نفسنا في دق وتصليح ليه؟ ابوه بيقول له كل ده لاجل عيون امك، هي اللي قالت لي انك بتحب ريحه النشاره اللي فيا، حرك نفسك شويه كده وخلينا نخلص. وهم شغالين كده ارل بيقول له مش هينفع تعلمني السحر ليه؟ ابوه بيقول له بص يا ابني، علشان تتعلم السحر لازم يبقى عندك طاقه سحريه الاول. ارل بيقول له ما دي اكيد عندي، انا بعرف استخدم السيف. ابوه بيفتح له درج كده مليان سيوف مكسوره. بيقول له شوف انت علشان تبقى ارل اللي عليه دلوقتي كسرت كام سيف في التدريب. ارل بيقول له انت لسه محتفظ بيهم؟ ابوه بيقول له طبعا دول تراث يا ابني. صاحبنا بيقول له طب وانت عرفت منين ان انا ما عنديش طاقه سحريه؟ ابوه بيقول له لو كان عندك كنت خدتها زمان وما كنتش هتبقى عديم الفايده كده. ارل بيقول له انا عندي الطاقه دي اسمع مني، وانا في المدينه لما كنت بتدرب انا وراينر كانت بتجيلي الطاقه دي. ابوه بيقول له ازاي يعني؟ ارل قال له في مره من المرات بتاعه التدريب تعبت جامد وكان هيغمى عليا، ليلى جابت لي ازايز كتير فيها مشروب غريب، هي كانت فاكراها حاجه من الاتنين، يا اما سم او مشروب شفاء، بس لما شربته ما كانش سم وبرضه ما كانش مشروب شفاء، حسيت بعد ما شربته بطاقه مختلفه. ابوه بيفرح كده وبيقول له معقول ابني هيبقى ساحر؟ الواد بيقول له انت مبسوط قوي كده ليه؟ ابوه بيقول له طبعا لازم اكون مبسوط، انا طول عمري بشوف امك بتدربك على السيف وببقى نفسي ادربك على السحر انا كمان. طب بص استجمع الطاقه الغريبه اللي انت بتقولي عليها دي في كف ايدك. ارل بيسمع كلام ابوه فعلا وبيجمع القوه دي، بيطلع شعاع نور من ايده بس بعدها بيقع على الارض من كتر التعب. ابوه بيلحقه وبيقول له ايوه كده هي دي الطاقه اللي انا بقول لك عليها، بس ما تفكرش انت علشان بطل كاس السيف هتبقى بطل كمان في استخدام السحر، لا ده انت لسه ما حصلتش مستوى متدرب حتى. ومن بعدها ارل بيبعت بفلوس كتير للمدينه علشان يشتري مشروب الطاقه السحريه ده، ومن هنا بتبدا رحله صاحبنا في تعليم السحر والتدريب عليه. كل يوم بيشرب له ازازه من مشروب الطاقه ده وبيجرب سحره في الغابه مره في مره لغايه ما بيعدي 6 شهور. بيرجع يوري ابوه النتيجه اللي وصل لها. ابوه بيقول له عاش يا ابني. ارل بيقول له يعني كده اقدر استخدم السحر؟ ابوه بيطلع له ورقه من جيبه وبيقول له خد دي بقى، دي بعض التعويذ كده بس مكتوبه بلغه السحر، ترجمها واحفظها علشان تعرف تدخل اكاديميه السحر. ارل بيقول له اكاديميه السحر؟ هو في اكاديميه اصلا ليه؟ ابوه بيقول له طبعا، بس دي علشان تدخلها لازم تبقى عامل حسابك على امتحان القبول، فانت احفظ التعويذ دي وما تقلقش من اي امتحانات. بعدها بيروحوا يتعشوا بالاكل اللي راينر عملته، بس كان طعمه حلو على الاخر بالنسبه لارل، وهو شكلها كده هتبقى زوجه صالحه زي ما ام ارل قالت. الوقت بيعدي وبدات راينر تتعلم الطبخ، وفي مره وهي بتدوق ام ارل الشاي بتاعها ام ارل بتنبهر بيه، بس قبل ما تشكر فيه بيسمعوا صوت اخته بتصوت. بيطلعوا جري عليها بيلاقوها ماسكه رساله كده وبتقول لهم ارل سايبها في اوضته وكمان مش موجود. راينر بتقرا الرساله وبتلاقيه سايب لهم رساله وداع علشان رايح لمدينه ارسبيل لتعليم السحر. اخته بتعيط جامد وبتقول لهم يعني كده هيسيبنا تاني؟ راينر بتقول لهم انا عملت زيه زمان بس ما كنتش اعرف انه احساس صعب كده وفي ناس هتزعل عليا جدا. ام ارل بتقول لها انت ناويه تمشي انت كمان ولا ايه؟ راينر بتقول لها لا لسه في حاجات كتير انا ما اتعلمتهاش. ام ارل بقى بتاخدها بالحضن وبتقول لها ما تقلقيش ارل هيرجع تاني انا متاكده. بنسيبهم وبنروح لارل اللي بيكون في طريقه لمدينه ارسبيل. بيسال السواق لسه قدامنا كتير؟ السواق بيقول له يا عم طول بالك احنا قدامنا يومين على الاقل. واحد من اللي راكبين معاه بيقول له انت رايح ارسبيل ليه؟ هتقدم في معهد السحر. وده بقى يبقى كايتو رايح ارسبيل هو كمان علشان يقدم في معهد السحر. ارل بيقول له ايوه انا رايح اقدم. كايتو بيقول له بس مش شايف ان سنك كبير شويه على التقديم هناك؟ كنت فين من بدري؟ بترد واحده عليه
كده وبتقول له بس يا كايتو ما تبقاش حلوف كده وتحرجه، اكيد كان بيقدم من زمان بس بيسقط، ودي بقى تبقى كوفا، وده انسب وقت نقول فيه بقى ان كوفا جت تكحلها عمتها. كايتو لسه هيتخانق معاها فبتهديهم زميلتهم التالتة دي، ودي تبقى كوليتو. كايتو بيقول لها مش هتخانق معاها اكيد. بيسأل اريل عن اختصاصه في السحر. اريل بيستغرب كده وبيقول له اختصاص؟ بيفتكر كلام ابوه لما قاله زمان ان السحر ده 6 مدارس، احمر وازرق واخضر وكمان اسود واصفر وابيض. بيرد على كايتو بيقول له انا ما اتخصصتش، انا مجرد عديم فايده. كوفا بتقول له انت عبيط ولا ايه؟ هو في حد عديم فايده هيروح يقدم في معهد السحر؟ اريل بيطلع لهم بطاقه التعريف بتاعته. العيال بيتفاجئوا بيها بس بيقطع تفاجئهم ده صوت جبار جاي من وسط الغابه. اريل بيقول لهم ان ده صوت نوردي وده وحش عملاق. العيال بتترعب وكايتو بيطلب من السواق يجري بسرعه. السواق بيقول له اعملها ازاي؟ الخيل اغمى عليه اصلا. لسه البنات هتصوت. كايتو بيقول لهم لو اتجمعنا هنخلص عليه بالسحر بتاعنا. فالعيال بياخدوا ثقه في نفسهم كده، وهنا بقى بيظهر لهم وحش ضخم. العيال بيقولوا لنفسهم وده هنواجهه ازاي؟ ده طلع اكبر مما كنا متخيلين. بس انت فاكر ان ده هو النوردي؟ لا طبعا، النوردي بيطلع لهم من وسط الغابه كده وبيرمي الوحش اللي طلع لهم ده بعيد. الوحش بيقرب عليهم، البنات بتبقى هتموت من الرعب حرفيا. كايتو الشجاعه بتاخده وبينزل من العربيه وبيقول لهم لو هنموت ما نموتش بالسهوله دي. بيفعل سحر النار بتاعه وبيضرب بيه النوردي، بس الضربه ولا بتاثر. كايتو كان لسه هينهار، بيلاقي وحش النوردي اتفحم مكانه وبقى رماد. كلهم بيستغربوا كده، بس ده اريل يا صاحبي. بعدها بيروح يستخدم سحر الشفاء وبيقوم الخيل. كايتو بينزل على رجله قدامه وبيقول له انا اسف اني قلت عليك ضعيف، انت من النهارده هتبقى عمي وعم عيالي. اريل بيقول له يا عم ما تكبرش الموضوع، يلا نكمل طريقنا. بيوصلوا ارسبيل وكايتو ماسك في اريل وعمال يمجد فيه. بينادي عليه وبيقول له يا معلمي احنا وصلنا اهو، هتيجي بقى معايا مدرسه السحر الاحمر ولا هتروح فين؟ اريل بيستغرب تاني كده وبيقول له هو المعهد متقسم مدارس؟ كايتو بيقول له طبعا متقسم مدارس علشان لغه كل سحر مختلفه عن التانيه. كوفا بتقول له انا هروح مدرسه السحر الازرق، وكوليتو بتقول له انا هروح مدرسه السحر الاخضر. اريل ما بيرضاش يرد عليهم بس هو عارف هو هيعمل ايه كويس. بيدخل هو وكايتو وبياخدوا استماره القبول يملوها، ومن بعدها بيروحوا على اختبار القبول. اريل بيبقى رقم 15 بس الواد اللي قبله كان مغرور شويه وشايف نفسه عليهم، عمال يقول لهم انا اللي هنا وانا اللي هناك ومفيش حد زيي. كايتو بيقول له دلوقتي تشوف سحر معلمي. الواد بيتضايق اكتر وبيقول له اتفرج انت عليا وبعد كده اتكلم. بيدخل الاختبار واللي بيبقى ان كل واحد بيستخدم سحره على دميه مصنوعه في مدرسه السحر الاصفر، والصعب ان اي حد يكسرها. الواد بيستخدم كل قوته وما بيقدرش حتى يحركها من مكانها. كايتو بيضحك عليه وبيقول له اتفرج ايه بقى، ده انت طلعت ولا ليك فيها اصلا. اريل بيدخل بعده كده وبيعمل شعاع ناري بيصهر بيه الدميه خالص. كل اللي في المكان بيتفاجئوا ازاي قدر يعمل كده في الدميه اللي محدش بيقدر عليها، بس ما علينا يعني. اريل بيقول لكايتو كمل انت امتحانك وهروح انا اكمل شغلي. وطلع انه هيقدم في كل المدارس علشان يشوف هو هينفع في انهي نوع في السحر بالظبط. بيروح على مدرسه السحر الازرق وبيدخل امتحان القبول، وبرضه بيعمل اداء فوق العظمه وبيكسر الدميه الموجوده. الله، طب ايه اللخبطه دي يا جدعان؟ انت قوتك عامله ازاي يا عم اريل؟ بينجح في الامتحان وبيقول لكوفا انجوي انتي، هروح اكمل باقي مشواري. بيطلع من بعدها يروح لمدرسه السحر الاخضر، بس بيلاقي كوليتو واقفه على الباب كده وشكلها خايفه. بيسالها انت مالك يا بنتي؟ بتقول له انها متوتره وخايفه تدخل لتفشل في الامتحان لان اصحابها دايما هم اللي كانوا بيشجعوها. اريل بيقول لها وانت ايه اللي مخوفك اصلا؟ هو اللي بيفشل في الامتحان بيموت ولا حاجه؟ كوليتو بتقول له لا طبعا. بيقول لها خلاص ادخلي وايه يعني لو فشلتي؟ تقريبا كده يا صاحبي بيعالج خوفها بالصدمه. كوليتو فعلا الكلام بيأثر فيها وبتدخل معاه، وكالعاده اريل بيأدي في الامتحان مش بس على اكمل وجه، لا ده فوق الاكمل بشويه. بعدها بيسيب كوليتو تقدم امتحانها وبيطلع على مدرسه السحر الاسود. بيلاقي ان المدرسه دي مختلفه خالص عن اللي فاتوا، ومش بس كده دي كمان فاضيه ما فيهاش حد. بيجي له هيكل عظم كده، اريل على طول بيطلع سيفه وبيقطع رقبته. الهيكل بيقول له انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ بيروح يجيب الرقبه يركبها تاني وبيعرفه على نفسه. الهيكل بيقول له ان هو اسمه لاتاليا ودي مشرفه المدرسه. اريل بيعتذر منها وبيقول لها معلش والله انا فكرتك وحش، طب فين اختبار القبول اللي انا هعمله؟ لاتاليا بتقول له مفيش يا ابني الكلام ده، هنا مفيش اختبارات اصلا لان مفيش حد بيقدم على المدرسه بتاعتنا، علشان كده اي حد بيقدم بنقبله وخلاص. بيطلع من عندها اريل وبيقابل الثلاث عيال. كايتو بيقول له تعالى هنا بقى، انت عمال تعمل امتحانات قبول كده، انت هتدخل انهي مدرسه فيهم؟ ايه رايك تيجي معايا؟ كوفا بتقول له لا ده هيجي معايا انا. كوليتو كمان بتتخانق معاهم وبتقول لهم هيجي معايا. اريل بيقول لهم يا جدعان هدوا نفسكم شويه، انا هدخل ال6 مدارس. العيال بيبقوا في حاله ذهول منه كده. كوفا بتقول له طب ده مش غلط؟ اريل بيطلع لها بطاقات التقديم في كل مدرسه. بتقول له ده فعلا كده، كلهم ما عندهمش علم ببعض، انت كده ما عندكش مشكله تدخلهم كلهم مع بعض. اريل بيقول لها بس في مشكله واحده بس، مواعيد الحصص في كل المدارس في نفس الوقت. كايتو بيقول له شفت بقى، اكيد مش هتقسم نفسك 6 اجزاء يعني. اريل بيقول له ماله، مش حاضر كده كده، الحضور عليه 20% بس من الدرجات. كوليتو بتقول له الحضور مش بس مهم علشان الدرجات، ده مهم علشان تدون اللي المدرسين هيدوهولنا علشان نذاكروا. اريل بيقول لها محلوله، في مدرسه السحر الاحمر هاخد كتابات كايتو، ومدرسه السحر الازرق هاخد كتابات كوفا، وطبعا السحر الاخضر هاخد كتابات صاحبنا التالت ده. قالوا له احنا ما عندناش مانع. الواد بيقول له انا ما عنديش مانع،
مانع، والبنات كمان ما كانش عندهم اي مانع. بيقول لهم حلو كده انا معايا 3 مدارس. كوليتو بتقول له طب والتلاتة التانيين؟ قال لها هم 2 بس، لان بتوع السحر الاسود قالوا له ان ما عندهمش حضور ولا حتى محاضرات، هي ماشيه بالحب كده يعني، فهو كده محتاج يظبط نفسه في مدرسه السحر الاصفر والابيض مش اكتر. كايتو بيقول له يبقى يلا بينا نحضر اول حصه عندنا. بيدخلوا الفصل وبيقابلوا الواد المغرور بتاع اختبار القبول، وده بقى يبقى رويس. اريل بيقول له انت مين فكرني بنفسك كده؟ رويس بيقول له ما تعملش عبيط، انت اكيد ساحر. اريل بيقول له لا انا مش ساحر. رويس بيقول له يبقى انت من الفئه العليا. اريل بيقول له برضه لا. فبيدخل عليهم المدرس بتاعهم. رويس بحرقه كده بيسال ده مين ورتبته ايه. المدرس بيبص في الدفتر كده وبيقول له اسمه اريل ورتبته عديم الفايده. رويس بيبقى هيتجنن، عديم فايده ايه يا جدعان اللي بالقوه دي؟ المهم بقى سيبك من العبيط ده. المدرس بيبدا في شرح الدرس، كل الطلبه بتبقى قاعده مش فاهمه اي حاجه الا اريل اللي بيبقى مركز مع المدرس وفاهم كل صغيره وكبيره، وده بفضل ابوه يعني اللي كان معلمه لغه السحر قبل ما يجي. كايتو بيقول له انا دماغي ساحر. اريل بيقول له الدنيا هتظبط معاك واحده واحده. بيخلص الحصه دي وبيطلع يحضر حصه في مدرسه السحر الاخضر، بس الحصه دي كانت صعبه عليه بقى لان المدرسه بتطلب منهم يجربوا سحر الطيران، وده السحر الوحيد اللي ابوه معلمهوش علشان كان بيخاف من المرتفعات. اريل بيجرب يطير كده فبيقع على وشه على الارض، كل اللي معاه بيضحكوا عليه. بيجي له واحد منهم كده بيتريق عليه وبيقول له اتعلم من عمك ازاي تطير، وده بقى يبقى سكايك. بيطير قدامهم وبيبقى باين عليه انه متقن لسحر الطيران. اريل بيقول له عاش عليك، شكلك بتطير من زمان. سكايك بيقول له انا بتدرب طول عمري على الطيران علشان السباق. اريل بيقول له سباق؟ سباق ايه؟ كوليتو بتقول له دي منافسه بتتعمل كل سنه. اريل بيقول لها دي شكلها حاجه ممتعه. سكايك بيقول له ما تفكرش انك ممكن تشارك فيها. اريل بيقول له ليه يعني؟ فسكايك بيستفزه وبيسال المدرسه عن ميعاد السباق، فبتقول له السباق كمان شهرين. فبيقول سكايك لاريل شفت بقى، انت محتاج على الاقل 6 شهور تدريب علشان تبقى في مستوى ينافس، انسى السباق الجاي ده، يلا بقى سلام يا عبيط. اريل بيقول له تمام يبقى اتفقنا. كوليتو بتقول له ايه هتاجل السنه الجايه؟ قال لها لا طبعا هدخل السباق الجاي. قالت له والله كنت عارفه ان ده ردك. الوقت بيعدي وبيجي الليل، بيبقوا البنات عايزين حاجه من المدرسه بس بيبقوا خايفين فبيروحوا لكايتو علشان ياخدوه معاهم، لكن هو كمان شكله على الله. بيقول لهم انتوا جيتوا لي ليه؟ كوفا بتقول له يا ابني احنا بنات وجايين لك علشان تبقى راجل في وسطنا تتعامل لو حصل حاجه، اصلهم بيقولوا في اشباح بتطلع بالليل في المدرسه. كايتو بيسمع الجمله دي وبيبقى هيعمل حمام على نفسه. كوفا بتحاول تهديه بس فجاه بيظهر لهم حد طاير في الجو. لسه كوليتو هتصرخ وتلم عليهم الطلبه كلهم، الشبح اللي طاير ده بيحط ايده على بقها. بيقول لها اسكتي هتفضحينا بالله عليكي. بيطلع انه اريل ومش شبح ولا حاجه. كوليتو بتقول له انت بتعمل ايه يا عم؟ بيقول لها ولا اي حاجه، بتدرب على الطيران علشان السباق اللي ميعاده قرب. كايتو بيقول له يا عم انت ما بتنامش؟ اريل بيقول له ازاي بقى في حد ما بينامش؟ ما انا نايم اهو. العيال بتتصدم منه ان هو بيتدرب حتى وهو نايم. كايتو بيقول له انا كل ما اوصل لمرحله من الاجتهاد انت بتيجي تدمرها لي، انا المفروض امشي على خطاك واتدرب وانا نايم انا كمان. اريل بيقول له لا ما تتعبش نفسك جامد علشان ما يحصلكش حاجه، ويلا بقى تصبحوا على خير. بيسيبهم وبيمشي بس بيلاقي انه صحى من النوم ومش هيعرف ينام تاني، فبياخد بعضه وبيروح لتاليا. بتقول له انت جاي في الوقت ده ليه؟ اريل بيقول لها لقيت نفسي فاضي قلت اجي المكتبه اقرا شويه كتب مش عندي. بتقول له انجوي بقى انت. الليل بيعدي وتاني يوم بيبقى اريل بيحضر حصه مع كايتو. المدرس بيغلط في تعويذه وهو بيكتبها، اريل بيراجعه وبيصحح له الغلط. كايتو بيقول له انت مركز للدرجه اللي تصحح الاستاذ. اريل بيقول له يا ابني انا عارف معظم التعويذ دي، ومش بس كده ده انا عامل شرح مبسط للتعويذ دي علشان اقدر احفظهم. الاستاذ بيقول لهم شرح ده انت تطلع تكتبه على السبوره علشان الكل يستفاد. اريل بيقول له بس كده؟ بيطلع يكتب هو التعويذ بطريقه ابسط واسهل. الاستاذ بيقول له يا ابن اللعيبه ده فعلا سهل، بس كده وسائل الامان في التعويذ دي مش مظبوطه علشان لو التعويذ فشلت يعني. اريل بيقول له ايه يعني مش مظبوطه؟ المهم انها مش هتؤدي للوفاه. الاستاذ بيقول له بس هتسبب الم كبير. اريل بيقول له ايه المشكله يعني؟ ما اللي بيتألم مره بيتعلم تاني مره. كايتو بيقول له يا ابني بقى ارحمنا احنا ما بنستحملش الالم. اريل بيقول له ما تقلقش مع الوقت هتستحمله. الاستاذ بيقول له شكلك مش سهل يا اريل، انت مش عايز تاخد امتحان الترفيع وتبقى في سنه تانية بدل اولى؟ صاحبنا بيستغرب امتحان الترفيع ده. هنا بقى ريس بيتسحب من لسانه وبيقول للاستاذ انا كمان عايز ادخل الامتحان ده. الاستاذ بيقول لهم بس كده؟ بياخدهم هما الاثنين على ساحه الامتحان. بيقول لهم الامتحان عباره عن مواجهه وحش واقف ورا البوابات الحديد دي، اول ما تقول انك جاهز وعايز تبدا الامتحان البوابات دي هتتفتح والوحش اللي وراها هيطلع، وساعتها هيبقى لازم تكسبه علشان تنجح. ها مين فيكم بقى اللي هيبدا؟ رويس بيقول له انا اللي هبدا طبعا. بينزل فعلا يقابل الوحش واللي بيبقى من نوع المونيتور، ودي وحوش عملاقه بتقدر تتفادى ضربات العدو وتهجم عليه بكل سهوله. رويس بيفعل قوته وبيحاول يضرب الوحش بس الضربه ما بتاثرش فيه. بيفعل كل قوته وبيضرب تاني، الضرب مش جايب نتيجه خالص. الوحش عمال يقرب عليه وخلاص هيموته. الاستاذ بيدخل وبيسحب الوحش. هنا بقى رويس بيقتنع ان هو مغرور وقوته عاديه، ومحتاج يحترم نفسه شويه كده ويتواضع مع زمايله. بيطلع للاستاذ وهو نفسه مكسوره كده. الاستاذ بيقول له يا ابني انا عارف ان انت مستعجل على القوه بس ده مش كويس، انت مستواك كويس ومعدي ناس كتير في فصلك بس لسه بدري عليك. بيقتنع رويس بكلام استاذه فبيطلب الاستاذ من اريل ان هو يتقدم للامتحان. اريل بيقول له يلا بينا انا جاهز. اول ما بينزل لمواجهه الوحش
بيلاقيه وحش مختلف عن اللي رئيس واجهه، وفعلا بتبقى المشرفه على الوحوش جايه تبلغ الاستاذ ان الوحش اللي هيواجه اريل ده تم تطويره، وكان بيتجهز لحد تاني مش اريل. بس على ما قالت الجملتين دول للاستاذ كان اريل خلص عليه اصلا. ده بقى بيبهر الاستاذ منه ازاي قدر يخلص على وحش من فصيله المونيتور وكمان متطور عن الوحوش التانيه. الاستاذ بيقول له احنا بنستخدم الوحوش المتطوره دي مع الصحراء النخبه بس، وما بيبقاش مصدق قوه اريل. الواد ده مستحيل يكون عديم الفايده، اكيد في حاجه غلط في تقديره. اريل بيقول له ايه رايك في ادائي؟ الاستاذ بيقول له ده سؤال برضه، انت من بكره تحضر مع سنه تانية على طول. صاحبنا بيروح لاصحابه علشان يعرفهم الخبر السعيد ده. كوفا بتقول له مش عايز تدخل سنه تانية من مدرسه السحر الازرق؟ اريل بيقول لها طبعا نفسي اعمل كده في كل المدارس مش السحر الازرق بس. قالت له انا ما عدتش هتفاجئ باي حاجه تعملها من النهارده، انت اصلا شكلك مرزع. بتاخده وبتطلع على المعلمه بتاعتهم، بيطلب منها اريل ان هو يقدم لامتحان الترفيع. المعلمه بتقول له امتحان الترفيع ليه خير؟ اريل بيقول لها انا عايز اعدي المستوى ده وابقى في سنه تانية. قالت له انت مش عاجبك شرح للدروس ولا ايه؟ بيقول لها لا مش القصد والله، انا بس مش فاضي شغل المبتدئين ده. قالت له مبتدئين كمان؟ انت بتقلل من شغلي. اريل بيقول لها ما اقصدش يا ستي. قالت له تعالى ورايا اما اوريك قوه اللي انت بتقلل منها دي. بتاخده وبيروح على ساحه التدريب، بس مش عايزاك تتحجج لو خسرت. اريل بيقول لها يعني لو فزت هتخليني اتقدم لامتحان الترفيع؟ المعلمه بتقول له انت غرورك معدي، انا هكسر عظمك دلوقتي كله. بتفعل عليه قوه الرياح، فكوفا بتبقى خايفه على اريل يجرى له حاجه. المعلمه ما بتكتفيش بكده، دي بتعمل عليه حاجز جليدي بيحبسه جواه. بتقول لكوفا شفت بقى صاحبك اللي انت جايباه ده طلع اي كلام. بس قبل ما تكمل الجمله مع كوفا بتلاقي اريل دمر الحاجز الجليدي بتاعها وطلع منه كمان. بيقول لها ده اخرك في الاكشن يعني، اتفرج انت بقى على اللي هيقابلك. بيفعل قوته وبيطلع عدد كبير من السهام الجليديه. المعلمه بتقول له مش دي السهام اللي طلعتها في اختبار القبول، هي دي قوتك بقى اللي مصدعنا بيها. بتطلع هي كمان دروعه وبتصد السهام دي. اريل بيقول لها هي دي قوتي بس مش زي ما انت فاهمه بالظبط. بيطلع عدد جبار من السهام. المعلمه هي كمان بتطلع له مصدات لعدد السهام بتاعته. بتقول له ده اخرك برضه في الاكشن. اريل ما بيخليهاش تكمل كلامها، بيطلع اعداد مهوله من السهام في كل اتجاه. المعلمه بتتصدم من اللي هو بيعمله، وده لان محدش بيعرف يتحكم في اتجاهات السهام الجليديه دي غير ساحر من فئه عليا. بس هي اكيد مش هتستسلم بالسهوله دي. بتحيط نفسها بحاجز جليدي يمنع سهام اريل من الوصول ليها. اريل هو كمان ما بيسكتش، بيضربها بسهم من فوق، ومن هنا بقى المعلمه ما بتقدرش تعمل له حاجه غير انها تمنعه بحاجز جليدي. لكن سهم اريل كان اقوى من اي حاجز، بيخترق حاجز المعلمه وبينفجر فيها وفي المكان كله. واريل ساعتها بيفوز على المعلمه بتاعته، بتديله بطاقه نجاح امتحان الترفيع وبينتقل لسنه تانية. اريل بيطلع يفرح اصحابه انه نجح في امتحان الترفيع في مدرسه السحر الازرق. بيعرفهم ان كده الدور على مدرسه السحر الاخضر. بياخد كليته وبيروح على مشرفه المدرسه، بيطلب منها يخش امتحان الترفيع علشان يبقى في سنه تانية. المشرفه بتقول له ان مفيش الكلام ده عندهم. اريل بيقول لها ازاي يعني، ما انا عملت كده في المدرستين اللي قبلك. بتقول له والله كل مدرسه ولها نظامها. كليته بتقعد تقول له يا عم قلت لك مفيش الكلام ده عندنا، الناس هنا ماشيه بنظام وحوارات. المشرفه بتقول لهم بس على فكره زمان في ناس عملت اللي انت عايز تعمله ده، بس ما كانوش بياخدوا اذن من المدرسين بتوعهم، دول كانوا بياخدوا الاذن من المدير نفسه. اريل بيقول لها طب اعملي لي طلب ان انا اقابل المدير. المشرفه بتقول له انت عبيط، المدير هيقابل طالب عادي كده؟ كليته بتاخده على جنب كده وبتقول له على فكره المدير بيحضر منافسه السباق وهو اللي بيدي الجايزه للفايز كمان. اريل بيسمع الكلمتين دول وعلى طول بيطلع على المنافسه. هنا بقى بيقابل سكايك واللي بيقول له الحمد لله على سلامتك. اريل بيقول له انت مين؟ سكايك بيقول له انت عامل ما تعرفنيش؟ تمام قوي، انت هتعرفني لما افوز عليك. اريل بيقول له يا عم سيبها لله. المذيع بيبدا يعرفهم بقواعد السباق وانهم لازم يلفوا حوالين المدارس كلها ويرجعوا لنفس النقطه، وسط فرحه وتشجيع رهيب من باقي الطلبه وكمان حضور المدير والمساعد بتاعه دامبو. المذيع بيوقف المتسابقين على خط واحد واللي عددهم معدي 300 طالب. بيضرب ضربه البدايه وبيبداوا المتسابقين ان هم يطيروا من كل مكان ويخبطوا في بعض علشان يعطلوا بعض كمان. في اول السباق اريل وسكايك بيبقوا في المقدمه، وبعد شويه من الطيران بتعديهم ديون ودي اللي فازت بالسباق السنه اللي فاتت. اريل وسكايك بيفضلوا وراها شويه حلوين لغايه ما بيقرروا يعدوها. سكايك خلاص طاقته بتخلص وما عادش قادر، سرعته بتقل وبيتاخر في المراكز. اريل بقى بيزود سرعته باستخدام مهاره في رجله كده انه يمشي على الهواء. المذيع ودامبو والجمهور اول ما بيشوفوه بيتصدموا من مهارته، ازاي بيقدر يعمل كده؟ دامبو بيقول لهم ان عضلات رجله قويه فبتساعده على الحركه. اريل حصل ديون وبقى قصادها كمان. بيجوا عند ملف كده وبيبقى لازم يقللوا سرعتهم علشان يقدروا يكملوا السباق وما يخبطوش في اي حاجه يعني. فعلا ديون بتقلل سرعتها. اريل بقى فزي ما استخدم رجله انه يزود سرعته استخدم ايده في انه يصد نفسه ويقلل سرعته في المنعطف. كل الناس المذيع ودامبو والمدير بيبقوا مذهولين. اريل بيوصل لنقطه البدايه اول واحد، الطلبه بيشجعوه كلهم وصاحبنا بيفوز بالسباق. ديون بتبارك له، اما سكايك بقى فاغمى عليه من التعب. بيروح له المدير علشان يقدم له الميداليه ويديله مكافاه الفوز. صاحبنا بيستغل الموقف ده وبيطلب منه انه يقدم لامتحان الترفيع. المدير بيقول له طبعا يا ابني انت طالب مجتهد وتستاهل، بس قول لي اتعلمت فين سحر الطيران ده؟ اريل بيقول له في الحصص طبعا. المدير بيضحك كده وبيقول له واحد بقوتك دي اكيد مش هيقول سره بسهوله كده. صاحبنا بيطلع لباقي المدارس علشان يدخل امتحان الترفيع، بس مشرفه مدرسه السحر الاصفر
بتقول له عدد المتقدمين اكتمل. ارل بيقعد يتحايل عليها علشان تسجل اسمه بس هي بتبقى رافضه. بيقول لها ما ينفعش والله، ده انا جهزت نفسي وصنعت وحش غلم علشان الامتحان. بتقول له برضه يا ابني مش هينفع، لغايه ما بيجي واحد كده من وراه بيقول له توريني الغلم بتاعك واسجل اسمك معايا على انك المساعد بتاعي، ده بقى يا صاحبي يبقى رغويل. ارل بيقول له قشطه وماله، المهم ادخل الامتحان. المشرفه بتقول له يا ابني انت ما تعرفش ده مين، ده بيجي كل سنه ياخد واحد من الطلبه الجديده يخليه المساعد بتاعه وبيمسكوا يعجنوا في المواجهه. ارل بيقول لها ما ده المطلوب، انا عايز اشوف قوته دي هتودينا لفين. بيطلع يروح لساحه الامتحان وكل واحد في المتقدمين بيستعرض قوته لغايه ما بيجي الدور على رغويل وارل. رغويل بيقول له الغلم هتواجه بعضها الاول. ارل بيقول له ماله. رغويل بيطلع الغلم بتاعه اللي عددهم 4 مصنوعين من اقوى الخامات وقوتهم جباره. ارل بقى بيطلع غلم واحد مصنوع من الصفيح كمان. رغويل بيقول له هو ده بس اللي انت عملته، ده اكيد بيتحرك ببطء. ارل بيقول له ما تحكمش عليه من شكله. الواد بيأمر واحد من الغلم بتوعه يهجم على غلم ارل بس بيلاقي ان غلم ارل بيقطع له دراعه. رغويل بيقول له اتفرج بقى على اللي جاي. بيأمر الوحوش بتاعته كلها انها تهجم في وقت واحد. المفاجاه بقى ان غلم ارل بيطلع سيفين من ظهره وبيقطعهم كلهم. ارل بيقول له شفت بقى شكلك عبيط على الاخر. رغويل بيبقى مصدوم وبيقول له انت صنعته ازاي ده؟ صاحبنا بيقول له ايوه برضه ما قلتليش انا كده نجحت في الامتحان ولا لا؟ رغويل بيقول له يا ابني المساعدين ما لهمش نجاح، انا كده اللي نجاح، بس يعني لو عايز تطلع لسنه تانية انا ممكن اكلم لك المديره. ارل بيقول له قشطه اهم حاجه ان انا انجح. فعلا بيكلمها وبيروح ارل يقابلها. المديره بتبقى كفيفه فارل بيحاول يطمن عليها كده. بتقول له لا ما تشغلش بالك بيا، انا كده كده بحس بيك من خلال طاقتك السحريه. بس الغريب بقى لما بتيجي تحس طاقه ارل بتلاقي الدنيا داخله في بعضها ومفيش حاجه مفهومه. بتاخده وبتروح دماس خطير في المدينه. بتقول له يلا بينا ندخل عندنا مهمه هنا. ارل بيقول لها يلا بينا نستكشف مهارات جديده. اول ما بيدخلوا الدماس في هياكل عظميه بتقابلهم. الواد بأبسط سحر عنده كده بيخلص عليهم في ثانيه الا ثانيه. المديره بتقول له شكلك قوي فعلا. فجاه بيظهر لهم وحش بيتكلم معاهم بيقول لصاحبنا كمان ان هو هيخلص عليه. الواد بيقول له طول بالك بس. بيستخدم نفس السحر اللي خلص بيه على هياكل العظميه. فصاحبنا بيضطر يزود سحره شويه كده بيقدر يمحي الوحش من المكان كله. بيقول للمديره كده المكان امن يلا بينا نكمل. بتقول له تكمل ايه؟ يلا بينا نرجع، ده كان الاختبار وانت نجحت فيه اصلا، من النهارده انت في سنه تانية. ارل بيرجع على مدرسه السحر الاسود وبيبقى قاعد يقرا كتاب كده فبتجيله لاتاليا. بتقول له انت مجتهد خالص. ارل بيقول لها انا شايف عدد الطلبه قليل جامد، هو مفيش حد بيجي يتعلم هنا ليه؟ لاتاليا بتقول له علشان السحر عندنا صعب ومش كتير بيفهموا. ارل بيقول لها انا شايف المكان فاضي فعلا، بس ليه الاوضه اللي هناك دي مقفوله رغم ان مفيش حد هيسرقها اصلا؟ لاتاليا بتقول له ما بوظ القواعد يا ابني، احنا جينا هنا وهي مقفوله وهنمشي وهي مقفوله. صاحبنا بياخد كام كتاب كده وبيروح عند باب الاوضه بيشوف الكتب اللي معاه بيلاقي كتاب فيهم من غير اسم. فضوله بياخده كده وبيفتح الكتاب. اول ما بيفتحه بتطلع منه طاقه جباره وبيطلع منه شيطان. بيقول لارل ياه اخيرا حد حررني، من النهارده هخليك الخادم بتاعي في البشر. صاحبنا بيقول له انت واثق من كلامك ده قوي يعني؟ لسه الشيطان هيهجم عليه. ارل بيفعل عليه كل قوته وبيفضل يصغر في حجمه. ومش بس كده لا، ده كمان بيحط عليه لعنه بيخليه تابع ليه. الشيطان بيبقى غضبان على الاخر وبيقول هبقى تابع للحشره ده. ارل بيحط عليه لعنه تانية الكهرباء لو الف ادبه. لا تاليا بتجيله وبتقول له ايه ده؟ ما شاء الله ده انت خليت الشيطان تابع ليك، ده انت فاجر بقى على كده. ارل بيطلع يحكي لاصحابه انه نجح في امتحان الترفيع بتاع مدرسه السحر الاصفر والابيض. صحابه بيبقوا مبسوطين بيه على الاخر وماسكين الشيطان بيلعبوا بيه كمان. ارل بيقول له يلا يا ماتي بقى روح هات لنا عيش. الشيطان بيقول له اسمي ماسا. قال له يا عم ماسا ماتي كله زي بعضه يعني. هنا بقى لعنه الكهرباء بتشتغل. الشيطان بيعيط وبيقول له خلاص يا عم ماتي كلها اسامي ربنا. في الوقت ده بيبقى مديرين كل المدارس السحر متجمعين. بيدخل عليهم المشرف العام وبيوزع عليهم ميزانيه عامه، بس ميزانيه مدرسه السحر الاسود كانت قليله شويه. المدير بيبقى متضايق وبيقول ازاي يعني تقللوا ميزانيتنا، احنا اهم مدرسه في المدينه كلها. المشرف بيقول له والله الميزانيات بتتقسم على حسب عدد الطلبه وانتوا عددكم اصلا يتعدى على الايد الواحده. بيهمشوا كده وبيكمل كلامه عادي. كل المديرين التانيين بيبقوا موافقين الراي ومش بس كده لا، ده كمان بيخططوا ان هم يشيلوا المدرسه دي من المدينه كلها. المشرف بيقول لهم نبقى نشوف الحوار ده بعد مسابقه السحر اللي هتقوم بين المدارس. دي مسابقه بتقدم فيها كل مدرسه اقوى طالب عندها علشان ينافس باقي المدارس، والمدرسه اللي بتفوز بيها بيبقى لها النصيب الاكبر من فلوس الدوله. في الوقت ده بيبقى ارل واصحابه بيتمشوا في المدينه وبيلاقوا الناس بدات تزينها علشان المسابقه. ارل ما بيبقاش عارف هم بيزينوا المدينه ليه. فكايته بتقول له انت مغيب ولا ايه يا ابني؟ احنا عندنا مسابقه يا عم. ارل ما بيبقاش فاهم برضه. ماتي بيشرح له ان دي مسابقه بتعملها المدارس بين بعضها علشان يشوفوا اقوى مدرسه. ارل بيقول له طب ما على كده المديرين هيكلموني النهارده علشان اشارك. ماتي بتقول له في الاغلب لان المسابقه دي هتبدا بكره. في الوقت اللي كان الكل بيحضر نفسه للمسابقه مدير مدرسه السحر الاسود كان بيحضر لهم مفاجاه. بيعمل تعويذه وبيصنع وحش عملاق من السلايم علشان يثبت للكل اهميه المدرسه بتاعته وما يفكروش يشيلوها تاني. بس المفاجاه بقى ان الوحش ده اول ما بيطلع بياكل المدير، ومش بس كده ده بياكل الوحوش التانيه اللي في المكان. ومع طلوع النهار ارل بيبقى لسه صاحي من نومه. ماتي بيقول له انت شكلك مبسوط، خير انت كنت بتحلم بايه؟ ارل بيقول له افتكرت كل
الحاجات الجميله اللي حصلت لي الفتره اللي فاتت. ماتي بيقول له طب قوم بقى علشان ما نتاخرش على المسابقه كده. على ما اريل بيروح المسابقه بيبقوا المديرين مستنيين التلميذ النجيب اللي هيشارك باسم كل مدرسه. كل مدرس فيهم بيقعد يمجد في الطالب اللي مدرسته مطلعاه لغايه ما بيلاقوا نفسهم كلهم مختارين اريل. ايه ده يا صاحبي، ده المسابقه انتهت من قبل ما تبدا اصلا. اريل هيواجه نفسه ولا ايه؟ المديرين كلهم بيبقوا في حال الصدمه ازاي الطالب ده في كل المدارس السحريه. بس هنا بقى بيقطع كلامهم صوت جبار جاي من عند سور المدينه. ده بقى وحش السلايم اللي مدير مدرسه السحر الاسود عمله، جاي وجايب وحشين في ايده كده بيسلي نفسه بيهم في الطريق. الطلبه كلهم بيجروا وهم في حاله رعب الا رويس اللي بيقف قدامه وعايز يواجهه. بيفعل عليه سحر النار بتاعه بس السلايم ما بيتاثرش. على طول ديون بتتدخل وبتاخد رويس وبتطير في الجو. السلايم بيكمل طريقه في المدينه بيجري ورا الطلبه بما فيهم اصحاب اريل. كليته بتقع على الارض والسلايم بيقرب كده. كوفا بتعمل عليه حاجز جليد علشان تلحق صاحبتها. السلايم بيدمره بسهوله وكايتو بيفعل عليه سحر النار بتاعه بس برضه السلايم ولا بيتهز حتى. كوليتو بتتذكر تشجيع اريل ليها زمان، بتقوم بسرعه كده وبتستخدم سحر الرياح بتاعها بس برضه ده ما كانش كفايه انه يخلص على السلايم. لسه السلايم بقى هيخلص عليهم. اريل بالعصايه اللي في ايده بيوقع دراعات السلايم. هنا بيجي بقى دور المديرين وبيطلبوا من اريل ان هو يرجع هو وهم هيتعاملوا مع الخطر ده. اريل بيقول لهم انتوا متاكدين ان انتوا مش محتاجين مساعده؟ بيقولوا له ارجع انت بس ورا كده. بيسمع الكلام وبتقدم المديرين على السلايم. كل مدير فيهم بيستخدم اقوى سحر عنده. السلايم ولا بيتاثر اصلا، بالعكس حجمه بيكبر وقوته بتزيد. ماتي بتقول لاريل مش ناوي تتدخل. اريل بيقول لها هم اللي طلبوا مني ان انا اقف بعيد وبعدين اصلا انا عايز اشوف قوه كل مدير فيهم. ماتي بيقول له بس كده السلايم هيكبر وهيدمر المكان كله. اريل بيقول له هيدمره؟ انت تعرف حاجه ومخبي عليا؟ ماتي بيقول له يا ابن السلايم ده بيتغذى على الطاقه السحريه اللي انتوا بتطلعوها وبيستخدمها في زياده حجمه. اريل بيقول له يعني كده السحر ملوش لازمه في مواجهته. ماتي بيقول له بالظبط كده. صاحبنا بيقول له بقى دلوقتي جه الدور بتاعي. ماتي بيقول له اعقل يا مجنون هتواجهه ازاي؟ اريل بيقول له انت نسيت انا سياف ولا ايه؟ بيفعل تعويذته وبيطلع السيف بتاعه بيهجم على السلايم وبينجح ان هو يقطع منه جزء لكن مازال السلايم بيتحرك وبيدمر في المدينه برضه. المديرين بيبقوا شايفين اريل ومستغربين انه بيقدر يستخدم السيف. واحده منهم بتقول له انت سياف. اريل بيقول لها لا خالص ده انا عديم الفايده على الاخر، خليكم انتوا بعيد بس علشان السلايم ده بيتغذى على الطاقه السحريه بتاعتكم. مدير فيهم بيقول له طاقه سحريه علشان كده هو واخد اتجاه قاعه المدينه دي فيها طلبه كتير وطاقتهم السحريه عاليه. اريل بيقول له يبقى ده الوقت المناسب قبل ما يوصل لها. الواد بيفعل مهاره التحطيم اللانهائي وبينزل على السلايم بس حتى دي ما كانتش كفايه. لسه السلايم بيتحرك واخد اتجاه قاعه المدينه. الواد ما عادش عارف يعمل معاه ايه. بيحبسه جوه 4 جدران كده وبيطلع مجموعه كبيره من الغلم اللي صنعها بيخليهم يجتمعوا معاه ويضربوا السلايم الضربه القاضيه بس حتى دول ما كانوش كفايه. الغلم بتموت والسلايم لسه عايش. ماتي بيقول له انت هتيأس ولا ايه؟ اريل بيقول له عمر اليأس ما كان في قاموسي، اتفرج بقى على اللي هيحصل. بيطلع قوه سحريه كده. ماتي بيقول له يا ابني انت عبيط، ما قلت لك ان السلايم ده بيمتص السحر؟ اريل بيقول له بس المره دي مش اي سحر. بيفعل سحر ال6 مدارس قدامه وبيدمجهم مع بعض. وسط حاله من الذهول على وش مديرين المدارس، مين الواد ده وبيعمل السحر ده ازاي؟ ما حدش قدر يدمج السحر ده غير ساحر اسطوري. بس الحقيقه بقى يا صاحبي ان اريل اتعلم السحر على ايد ابوه. بيفتكر كلام ابوه لما قال له ان دمج المدارس مع بعض ممكن يؤدي لموته. فعلا طاقه اريل السحريه بتقتله وهو لسه ما نفذش ضربته. هنا بقى كان دور المديرين وباقي زمايله في المدارس كلهم بيمدوه بالطاقه اللي هو محتاجها. بيقدر صاحبنا انه يضرب السلايم بضربه المحو اللي ابوه علمها له. بيمحي السلايم والمكان اللي موجود فيه من على الخريطه حرفيا. الواد بينزل المكان اللي اتمحى وهو مرهق. المديرين بيروحوا له واحد فيهم بيقول له سحر المحو ده ما بيقدرش يستخدمه غير ساحر اسطوري. انت ساحر اسطوري يا ابني، انت ايه جنس ملتك؟ بس ازاي في عمرك ده بتعرف تعمل كده؟ اريل بيقول لهم ولا اسطوري ولا حاجه، كل الحوار اني اتعلمت السحر على ايد ابويا كان ساحر اسطوري. واحد منهم بيقول له انت ابن ليون. اريل بيقول له انت تعرفه؟ المدير بيقول له ده ابوك ده هو اللي عطلني في حياتي، كان دايما بيطلع الاول عليا بس جه في مره واختفى معرفش راح فين. واحده منهم بتقول لهم يبقى كده مدرسه السحر الاسود لها اهميه كبيره في حياتنا ومش هينفع نشيلها. اريل بيقول لهم حلوا مشاكلكم دي بعيد عني. بيروح يدور على الباقي من السلايم وبيلاقي قطعه صغيره كده بياخدها وبيرمي عليها تعويذه بيخليها هي كمان تابعه ليه. ماتي بيقول له يا ابني بقى ارحمني، انت هتعمل فينا ايه تاني؟ اريل بيقول له من النهارده السلايم ده بتاعنا حتى لو هستخدمها في لم الزباله. بيجي له اصحابه بقى اللي متعصبين جامد علشان سمعوا من المديرين ان اريل هيسيب البلد ويمشي. الواد بيقول لهم اهدوا بس كده، مين قال لكم الكلام العبيط ده؟ انا هسيبكم من غير ما تعرفوا؟ لا 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 طبعا ما تقلقوش هبقى اجي ازوركم على طول. كايتو بيقول له وهتروح فين؟ اريل بيقول له لسه عندي كتير عايز اتعلمه، هروح مدينه الوحوش عايز اروض اكبر عدد ممكن منهم. انا دلوقتي بقى عندي ماتي وسلايم، العيال بتفرح بالسلايم وبتلعب معاه. بيقولوا له اعمل اللي يريحك، احنا كده كده واثقين فيك. بس المشرف العام ما كانش عاجبه ان اريل هيسيبهم ويمشي. المديرين بيقولوا له والله ده قراره وما نقدرش نراجعه فيه، حتى لو رجعناه مش هنقدر نقف في وشه، انت ما شفتش قوته عامله ازاي. اريل بيودع اصحابه وبيطلع علشان يرجع قريته. بس كان في واحد بيراقبه كده وشكله داخل على مواجهات جديده. بيطلع ان في اميره امبراطوريه جنبهم بعت الخدم بتوعها يجيبوا لها اريل حالا. الواد بيبقى في
طريقه لقريته، بس الليل بيدخل عليه فبينزل يقضي الليله في قريه صغيره كده. بيروح يسترخي شويه في حمام السباحه، فبتجيله واحده غريبه بتقول له ينفع انزل معاك؟ اريل بيقول لها الحمام مش بتاعي بس اتفضلي يعني. بتقول له بس انت شكلك غريب عن هنا. اريل بيقول لها ايوه فعلا انا مش هنا، انا بريح بس النهارده وهمشي على طول. قالت له طب انت مهارتك ايه؟ قال لها انا عديم الفايده. ماتي بيقول له الست دي طاقتها مش تمام خلي بالك. اريل بيقول له عيب عليك انت هتقول لي. الست بتقول له زمان الناس كانوا بيتنمروا عليك بسبب قوتك، انا اعرف بقى امبراطوريه هنا بيقدروا عديم الفايده، تحب تيجي معايا تشوفها؟ اريل بيقول لها لا شكرا مش عايز. هو بيسيبها وبيطلع. ماتي بيقول له انت رفضت طلبها بسرعه كده ليه؟ الواد قال له يا ابني ما انت بنفسك قلت عليها ست مش تمام. ماتي بيقول له اللي تشوفه يا معلم. بتطلع وراهم الست وبتقول له لو ما جيتش معايا بالذوق هاخدك بالعافيه، الاميره هي اللي طالباك. اريل بيقول لها كلامك ده حلو قوي، انا بقى عايز اشوف العافيه بتاعتك دي دلوقتي. لسه هتهجم عليه بيمسكها يكسر عظمها، بس بيلاقي ان في 10 اشخاص عاملين سحر الاختفاء وملفوفين حواليه. اريل بيقول لهم طب ما اظهروا كده وواجهوني انا قدامك اهو. فعلا بيظهروا، واحده فيهم بتجري على الست اللي صاحبنا ضربها وبتعالجها. بتقول له يا ابني تعالى معانا للاميره من غير شوشره. الواد فضوله للمهارات والقوه معدي، بيواجههم كلهم وبيكسرهم. لسه هيكمل طريقه بيجي له اعداد تانية من اصحاب العيال اللي ضربهم. البنت دي بتقول له انا اسطوره النار، ودي بتقول له انا اسطوره التنين، بس النهايه دايما واحده. اريل بيخلص عليهم كلهم لغايه ما واحده فيهم كده بتصير فضوله بكلامها. بتقول له ان كل قوتهم دي ما تجيش حاجه جنب قوه الاميره. الواد بيقول الاميره قويه وعندها مهاره، طب ما اروح اشوفها بنفسي. فعلا بيقول لهم انا هاجي معاكم، وبيوصل لمكان الامبراطوريه. بيلاقي واحده معتوهه كده بتحضنه جامد وبتقول له الحمد لله على سلامتك يا اخويا. كل الخدم بيستغربوا اخوك ازاي يعني. بتطلع ان اميره الامبراطوريه دي هي كره اخت اريل اللي سابت البيت زمان واقسمت انها هتحمي اخوها طول عمرها. اريل بيقول لها ياه لسه ملزقه زي ما انت بقى اللي عايزاني؟ طب اديك اطمنت عليا يا ستي، عايزه حاجه بقى انا راجع البيت. اخته بتفعل عليه قوتها وعينيها بتلمع، بتحاول تسيطر عليه زي ما هي مسيطره على الخدم بتوعها ومخليهم تحت طوعها. بس اريل كان عامل حساب قوتها دي، بيتفادى القوه بتاعتها وبيضربها بالرجل وبيسيبها وبيمشي. اخته بتقول له انا مش هيأس ان ارجعك تعيش معايا. بيرجع اريل بيته وبترحب بيه امه، بتقول له ما قلتش ليه ان انت راجع علشان نحتفل بيك. اخته الصغيره بقى بتاخده بالحضن واريل بيديها ماتي تلعب بيه شويه. بيعرف امه ان هو قابل اخته كره وهي كويسه وعايشه حياه سعيده. راينر بتتبسط برجوعه وبتقول له احكي لي بقى اللي حصل معاك من يوم ما مشيت لغايه النهارده. اريل بيقول لها مش لما تحكي لي الاول انت عملت ايه مع امي؟ قالت له طبعا احكي لك بس انت حكايتك اهم. بيقعد يحكي لها لغايه ما بيغلبوا النوم. تاني يوم بقى بتبقى امه وراينر في المطبخ بيجهزوا الفطار. فجاه بيسمعوا صوت صراخ اخته اللي جايه وجايبه لهم رساله وداع تانية من اوضه اريل. بيقول لهم فيها ان هو رايح لمدينه الوحوش. ولحد هنا بينتهي الانمي بتاعنا يا صاحبي، على امل ان هم يعملوا جزء تاني علشان نعرف بقى ايه اللي في مدينه الوحوش دي، ولا صاحبنا هيعمل ايه هناك. بس كل اللي متاكدين منه انه اكيد هيعمل عظمه زي اللي عملها في مدينه السيف ومدينه السحر. ما تنساش تصلي على خير خلق الله وتكتب لي رايك في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.